الواد ده بيقدر يطور أي حاجة من معداته بجزء بسيط قوي من التكلفة العادية، وده بفضل تحفة نادرة جدا جابها بعد ما خلص 999 دور في البرج. أما باقي اللعيبة فالتطوير ده حوار طويل ومكلف بيعطلهم وبيبطئ تقدمهم، بس بالتحفة دي الواد بتاعنا ناوي يكسر رقم وقياس اللي فات ويحتل كل دور في برج الملوك. تعال نشوف كل ده بدأ ازاي. الرهانات عالية قوي في بطولة اللعبة اسمها برج الملك. اللعيبة عرقانين في مود تراي هارد، والكل راهن على سوبي انه يكسب. الواد ده بيتحرك كأنه بيقول سيبوني اواجهها لوحدي من إلدن رينج. بيوجه الضربة القاضية وبيخلص المستوى 999 في اللعبة. الجمهور بيولع لحد ما فجأة بوم، وعيه اتخطف. سوبي بيموت في ساعتها وبينتقل لبعد روحي في اللعبة. أول ما فتح عينيه بيلاقي نفسه في فصل اللعبة، نقطة البداية لكل اللعيبة. الواد ده كسر اللعبة لدرجة إنها بقت تحت طوعه جواها. سوبي بيرمي كام نظرة حواليه وبيفهم بسرعة إنه بقى جزء من اللعبة حرفيا. دي مملكة يون. دخول برج الملك ليه شروط صارمة، بس لحسن حظ الواد بتاعنا هو أسطورة اللعبة دي. فكرة إنه يطرد بجلطة من كونجا مش بتخوفه خالص، بالعكس ده بيحمسه. والأحلى من كده إيه؟ مفيش حد خلص أكتر من 99 دور في النسخة دي من اللعبة، يعني واحد زي سوبي هيبقى ملك وسطهم. المدرب بيقول للطلبة اكسروا الكريستالة، وده بينقلهم فرا لمنطقة المبتدئين، وهو بيكسرها في كف إيده. سوبي بيبدأ رسميا تجربته الحقيقية مع اللعبة المثيرة دي، بس للأسف بيانات صاحبنا اتمسحت كلها، فلازم يبدأ من الصفر. سوبي بيظهر في منطقة المبتدئين وبيكتشف تحفة فريدة كمكافأة على انه خلص الدور الاخير. التحفة السامية دي بتكسر كل التصنيفات التانية في اللعبة، بداية من الخشنة للعادي، ومن الممتاز للنادر، ومن المثالي للأسطوري، واخيرا الملحمي والسامي. التحفة السامية دي بتساعده يطور اي معدة بنسبة نجاح 100% وبتكلفة بسيطة قوي. بكده سوبي خلاص بقى سابق الكل. عينه على حانة المبتدئين بيتسائل يا ترى صاحبة الحانة لسه فاكرة؟ صاحبنا بيكشف على إحصائياته كلاعب مبتدئ وبيكتشف إن الموضوع ما بقاش مجرد لعب من غير ما يشوف وش العواقب. كل خطوة بياخدها روحه بتبقى على كفه. عشان كده حتى لو زيادة 10% في إحصائياته في البداية دي تبقى كنز من السما. الحلو بقى في التحفة الأثرية الخارقة بتاعته إنها بتلقط لوحدها أي معدات ينفع تتطور. فكرة إن حتى قطعة معدات خردة ملهاش قيمة ممكن تتطور دي بتصدم بطلنا. صاحبنا بيندفع بكل حماس، بس فجأة بينسى إنه مفلس على الحديدة وما عندوش عملات عشان يعمل الترقية دي. سوبي بيحط قدامه هدف إنه يعمل قرشين، وهو عارف إن في العالم ده الفلوس دي هي اللي بتحل أي مشكلة. تعالوا بقى نتكلم عن آليات برج الملك. المبتدئين بيتمنحوا فترة سماح 7 أيام عشان يضمنوا ترقية لفرقتهم بعد ما يعدوا 10 أدوار. اللعيبة اللي بيفشلوا إنهم يحصلوا على بلورة الترقية بيتم طردهم من اللعبة، وده بيؤدي لطرد عدد لا يحصى من اللعيبة. وبننتقل للبار. صاحبنا دلوقتي بيحاول يقرب من بنت ب100 راجل ومعاه عرض. سوبي بيعرض عليها شوية وصفات كوكتيل نادرة، بس هي مش مصدقة ولا كلمة. صاحبة الحانة بتدي لسوبي كل اهتمامها رغم كل التوتر اللي فيها. بطلنا بيقول لها تروق كده ويكتب لها الوصفة. هي بتاخدها ووعدته ان يطلع عينه لو ده طلع مقلب. يعني انا اعرف ناس كتير ممكن تبوظ الوصفة عن قصد عشان صفقة زي دي، بس سوبي مش عيل اهبل. وفي 5 دقايق بس الوصفة بتاعته بتدب فيها الروح في شكل كوكتيل دم وحوش. الزبائن بيتصدموا وبيطلبوا يدوقوا المشروب ده بعشرات العملات، لكن هي بتزمجر في وشهم ومأكدة ان المشروب ده ليها هي وبس. الجامدة دي بتشرب وهي مستمتعة على الآخر، وفي نفس الوقت القميص بتاعها كان بيصارع عشان يفضل ماسك نفسه لحد ما بتخلص صفت الكوباية. البنت كانت خلاص هتقرع من الإثارة وعايزة وصفات أكتر. صوبي بيعرض عليها 5 وصفات مقابل 20 عملة ذهب، وده عرض بيرضيها جدا. الصفقة بتتم وبتأمنين فلوس كفاية عشان يرقي. صاحبة الحانة دي كمان معدنها أصيل إنها بتعرض على صاحبنا سلاح جودته ممتازة ببلاش كده. النصر الجميل ده اسمه الخندر المصقول. بيشكرها وبيمشي وهو بيلمح لها تلميح غامض عن أصحابهم القدام. بره بطلنا بيبدأ ترقياته بشوية عملات فضة في إيده، وجودة سلاحه بتنط للسما مع إحصائيات متضخمة. دلوقتي يقدر يعدي الدور الأول من غير أي صعوبة. صوبي بيوصل للمنطقة الخارجية لمنطقة المبتدئين. هناك أفشل الخسرانين اللي ممكن تتخيلهم بيصطادوا أرانب وبيعملوا نفسهم رجالة. صاحبنا بيعدي من جنبهم وبيناديهم يا أخي أولاد عشان بيخافوا من حاجة ملهاش ضرر وكيوت زي دي.
وعد من الشباب بيحذروا من إنه يدخل منطقة الخطر، بس الكلام ده كان غريب عليه لدرجة إن بطلنا ما اهتمش بيه أصلا. وفجأة تعبان هوا يتسلل من ظهره عشان يهجم عليه بغتة. سوباي كان أسرع من البرق بسيفه لدرجة إن الهجمة دي ما هزتلوش شعرة، وحاول المخلوق ده لقطع سوشي. بان مبتدئين الغشم دول اتصدموا لدرجة إن لسانهم اتعقد وكأنهم شافوه شق الأرض نصين ولا حاجة، مع إنها كانت مجرد وحش مستوى أول. الشباب دول بيحذروه ياخد باله من التعبان عشان ضربة واحدة قاضية ممكن تنهي أمره، وهو بيقدر النصيحة دي رمى لهم عملة نحاس ملفوفة في ورق شجر. الخسرانين دول افتكروا إنه فقد عقله ومصيره الموت لا محالة، بس سوباي كان بيتعامل مع المكان ده كأنه هوا. تعبان هو التاني حاول في ترفع عليه من الجنب، بس كان مصيره طعنة في رقبته. بس للأسف تجميع الخبرة كان بطيء قوي في المرحلة دي، وده معناه إن بطلنا لازم يشد حيله ويخلص على جحافل من الوحوش عشان يفتح الدور الأول. 3 كمان من الأشكال الطايرة المقرفة دي بيوصلوا، بس بيتقطعوا زي الورق بضربتين سيف. سوباي كان بيستمتع وهو بيلم منهم نقط الخبرة والعملات. وفي اللحظة اللي النظام بيعلن فيها رسميا عن الموسم العاشر للبرج، حماس جبار بيسيطر عليه. المرة دي التحفة الأسطورية في إيده، مفيش قوة في الدنيا هتقدر تمنع الراجل ده إنه يحصد مكافأة أول قتلة. في نفس الوقت شلة الخسرانين دول عمالين يرغوا ويتخانقوا مين فيهم اللي هيخطف أول قتلة. عادة كانت ال3 عائلات الكبار معروفين بأنهم بيجيبوا أول قتلة كل سنة. لينيو تشون البنت الكبيرة لعائلتها متجهزة تجهيز أسطوري لدرجة إن معداتها لوحدها بتتكلف عشرات الملايين. بالنسبة ليها الخسرانين دول مجرد حشرات تافهة، كل اللي فارحين فيه إنهم يقتلوا أرانب. بس مش بطلنا إحنا، ده بيفرم الأشكال الطايرة دي كأنه مفيش بكرة. واخيرا سوباي بيوصل لمتطلبات الخبرة للمستوى اللي بعده وبيترقى لمستوى التاني. ده حتى خد صندوق حديد اي كلام مقابل ده. وهو بيبص على الاحصائيات بتاعته، سوباي بيكتشف لوحة المتصدرين للنظام. بعض اللاعبين كانوا بيجروا جري في المستوى الثالث بالفعل. هو ضيع وقت كتير وهو مركز على التحفة الأسطورية، بس دلوقتي هدفه الأساسي إنه يسرق الصدارة من اللاعبين الأوائل. بس الأول سوباي مهتم بالصندوق اللي قدامه ده. وهو بيفتح الصندوق الحديد الأسود، بطلنا بيلاقي الضرع قماش عادي ومعاه 30 عملة نحاس زيادة. صباي بقى في حيرة بين إنه يقوي الخنجر المميز بتاعه أو يطور الدرع بتاعه. درع عارف إن زعيم منطقة المبتدئين مش هيكون صعب، قرر يصرف التطوير على خنجره الفاخر. النظام طلب منه يختار عدد مرات التطوير. سوباي يختار تطوير واحد بس، كلفه 50 عملة نحاسية، وبكده النصل اتطور لخنجر مصقول، وكأنه بيقول يلا بينا نولعها. الراجل قرر إن جه وقت يوصله لأقصى حاجة. لتطوير 7 مرات سوباي اختار الخيار وصرف العملات اللازمة. النظام بدأ دوي تطور سلاحه. الخنجر المصقول اكتسب دلوقتي 8 نقط زيادة، وهجومه الجسدي يقدر يعمل 60 ضرر في الضربة الواحدة. السلاح ده كأنه طالع من فالورانت، والتطويرات زودت قوة هجوم الخنجر. سوباي رماه يمين وشمال مبسوط بالسرعة الجديدة. مع إن السلاح ده جودته ممتازة، بس إحصائياته في الحقيقة تتقارن بسلاح نادر. كل ده ممكن بفضل الساعة العظيمة اللي معاه. مصدق إنه جاهز للدور الأول. بطلنا بيتقدم عشان يتحدى برج الملك. تعالوا نتكلم عن نظام ظهور الزعيم من تاني. الزعيم بيظهر 10 مرات بس في اليوم الأول. أي حد يقدر يقتله يقدر يدخل الدور الأول من البرج على طول. حتى لو فريق كامل هاجم الزعيم، عدد قليل بس هو اللي مسموح له يدخل البرج في اليوم الأول. بعد ما وصل للخراب بطلنا استنى بصبر. فجأة صوت خناق لفت انتباهه. الخوف مسكه، ما خطرش على باله إن حد وصل قبله. سوباي داس بنزين واندفع عشان يسرق أول قتلة لنفسه. في نفس الوقت الفريق اللي بيهاجم ملقاش أي صعوبة في محاصرة قطيع العفاريت، وهو بيهائب من بخبقه الصغير. سوباي اتصدم لما شاف حيتان بتشتري أسلحة من أعلى مستوى في أول يوم. حيرته اتجاوبت بسرعة لما لمح لين تشان من عيلة لين، نفس الشابة اللي عندها طقم عتاد يسود عشرات الملايين. في اللحظة دي خنجر بروزمايتي حس إنه رخيص قوي جنب حاجتها. أعضاء فريقها اندفعوا لقدام عشان يهجموا على العفاريت. مساعدها الشخصي الولد الأشقر شايف إنهم هيوصلوا الدور الأول بسهولة في لمح البصر، لكن لين تشان وضحت إن العيلتين الكبار التانيين ممكن يكونوا بيتعقبوهم من قريب. فجأة يوتشان حست بوجود حد ونادت على الراجل اللي مستخبي قريب منها على طول. ده بطلنا اللي بيستسلم لما يتكشف ويقابل الموقف بروقان. مساعد أوترون بيسأله هو تبع أي فريق، وصاحبنا بيأكد إنه بيلعب لوحده، يعني ما فيش فريق معاه. وبيأكد كمان إنه مش عايز أي مشاكل وإنه كان مجرد معدي. بس الست الشابة دي شكة في كلامه. هي وفريقها معاهم معدات من العيار التقيل لآخرهم،
ومع كل ده أخدوا نص ساعة بس عشان يعدوا الغابة، ومع ذلك الراجل ده وصل في نفس الوقت تقريبا لوحده خالص. سوباي بيعمل نفسه بريء وبيودعهم. جونج فاي شكك وبيتهم سوباي إنه بيعطلهم عشان هو اللي ياخد الزعيم لوحده. حاسة بضرورة التحرك، الست الشابة بتوقف مجموعة من فرقتها وبتأمرهم يتعاونوا مع بعض بس عشان يمنعوا سوباي إنه يمشي. هي مش ناوية تخسر أول زعيم ليها لواحد أي كلام. 7 محاربين بيندفعوا على صاحبنا. سوباي مش قلقان من الهجوم المفاجئ ده، وبيوصف الموقف إنه مزعج وبس. بيظهر خنجو وبيسخر منهم إنهم جروه في ورطتهم. المساعد المتغطرس بيفتكر إن صاحبنا ده مغرور لأنه مجرد مبتدئ في المستوى الثاني قدام مجموعة من المقاتلين. المحاربين بينقضوا بسرعة على صاحبنا، وسوباي أكتر من سعيد إنه يتسلى بيهم. أول هجمة كانت سهم، وسوباي بيرد بكل سهولة برد فعل بسيط. الهجمة دي كانت في الحقيقة من الست الشابة نفسها، ورد فعله كان صاعق. بعد كده في محاربين 2 بيندفعوا عشان يعملوا ضربة جوية. سوباي بيقطعهم زي الخضار بضربة واحدة. سرعة رد فعله الخارقة بتصدم الأشقر صاحب الشعر المقرف. فجأة المبتدئ اللي في المستوى الثاني ده ما بقاش يختلف عن زعيم وحش بنفسه، أو واحد وصل لأقصى قوة ممكنة. صاحبنا بيذل المجموعة دي وبيفكرهم إنهم أقل بكتير من مستواه حتى لو معاهم معدات كويسة، وبعد ما قال كده بينطلق في الهجوم وبيقطع 3 رجالة كمان بضربات قاضية ورا بعض. لما شاف هجومه اللي مفيش حاجة توقفه، المساعد حس بلحظة يا لهوي احنا اتدمرنا، وطلب الانسحاب. ولسه محتفظ بغروره بيهدد سوباي إنه لعب مع العيلة الغلط، بس صاحبنا ما بيهتمش خالص وبيمشي كأنه صاحب المكان. مش فارق معاه مين، هيقتل أي حد يقف في طريقه. ورغم نوبات غضب الواد المتنرفز ده، السيدة يو تشان بتقول لكلبه المطيع إنه يسكت. تشانغ فاي بيتصدم لما بيشوف تنازلها المفاجئ ده. بتقدم عرض. يو تشان تطرح الاهتمام صفقة مع لاعب فردي مثير للاهتمام. الموضوع ان الست يوتشون دي دماغها شغالة، هي خلاص حكمت على صوباي انه استثنائي عشان جه لوحده وغلب رجالة كتير. اقتراحها المفاجئ اللي يضحك ده حير تشانغ فاي البكر اللي نعد بطلنا انه مجرد لاعب فردي. بس يوتشون بتقول له اسكت تاني، وبتفكروا ان هدفهم هو غزو برج الملك من غير استثناء. بطلنا شايف انها صفقة عادلة، وبيأكد لهم انه مش هيهاجمهم ولا هيضايق مجموعتهم تاني، بشرط انهم يدوله ضريبة حماية عملة فضية لكل واحد فيهم. سوباي شايف انه سعر عادل، بس سينفاي هيتجنن من وقاحة الشاب ده. للمرة الثالثة الست الشابة بتقول لكلبها الأليف يسكت. الست الشابة بتسلم 3 عملات كعربون صداقة، وعايزة كمان بطلنا يضيفها كصديقة. سوباي موافق على العرض ده بشرط انها تقدر تدفع عملة ذهب تانية. الراجل ده بيطلع الذهب من عينها. يوتشون بتقبل العرض عادي، بينما تشانغ فاي بيتشنج زي المغلوب. الخصم بتقدم اقتراح تاني، بتوصي ان سوباي والفريق يصطادوا الزعيم المبتدئين سوا. اهتمامها المستمر بهزيمة الزعيم الأول واضح قوي في ملاحظة سوباي، وهو عارف كده بيقبل الصفقة بشرط انهم يتفقوا على شرط تاني. يوتشون بتسمعه وهو بيقدم عرض غريب تاني. بطلنا عايز ياخد السيطرة الكاملة على المجموعة كجزء من استراتيجيتهم لهزيمة الزعيم. سوباي مش فارق معاه في أي حاجة، الطريقة الوحيدة اللي هيخليهم يشاركوا في القتل هي انهم يتبعوا أوامره وما يبقوش عائق. بالرغم من انفتاح يوتشون، هي مش موافقة على الصفقة وبترفض تتخلى عن القيادة. بطلنا بيتعامل معاها كأنها مش مشكلة كبيرة، وبيلف الناحية التانية والسعيد جدا انه يسيبهم وراه. فجأة يوتشون بتقلب 180 درجة، بتعرض على الراجل ده حرفيا 100 عملة ذهب فجأة بس عشان يبقى في صفها. هو بيرفض عرضها المهين وهو عارف انه هياخد اكتر بكتير لو قتل الزعيم. تشانغ فاي بيعاتبه عشان عامل فيها كبير، بس في حاجة مش مظبوطة ويوتشون حاسة بيها. هي شاكة في فرص على هزيمة الزعيم مع فريق، ومع ذلك سوباي ماشي وعامل نفسه كأنه كسب خلاص. في المشهد اللي بعده بطلنا مشغول بيلعب في النظام. بفضل عملاته الذهب الجديدة يقدر يطور معداته تاني. فاكرين الدرع الخماسي الأساسي ده؟ هو بيدي الأولوية لتطويره. بيخلقها دلوقتي وبيدفع 1650 فضة وعشان يختصر وقت الترقية كمان، وده بيعلي من صموده الكلي. سوبي طاير من الفرحة لما لقى صحته بتطير في السماء وتعدي 300. في المشهد اللي بعده رجعنا تاني للحانة. لعيبة مبتدئين كتير بيموتوا على نفسهم عشان يقتلوا أول زعيم، ومؤكد إنهم هيخترقوا الدور الأول قريبا.
صاحبة الحانة بتتساءل بمرح، يا ترى تيان هتقدر تحجز أول قتلى السنة دي خالص ولا إيه؟ مع إن النقابة بتاعتهم قدرت تحافظ على رقم أول قتلى لحد الدور التاسع، إلا إنهم في الآخر اتمسحوا من الوجود على إيد مبتدئ قوي من المنارة. المبتدئ ده كان عنده مهنة من نوع تريبل اس وبقى سيد السادة، وهم بيرغوا ويحكوا في البار الواد بتاعنا بيتنطط زي الغزال حوالين الجروف، بيتجنب الغيلان الهفيفة عشان يصوب نظره على الهدف الحقيقي. سوبي لسانه تعقد من الدهشة، في خناجة دايرة بالفعل، وده معناه ان في حد جه اسرع منه كمان. بيتأمل الريحة المألوفة، سوبي بيتسائل لو بودرة إخفاء الطاقة دي بتستخدم. البودرة دي بتخفي أثر اللعب عن الوحوش التانية، بس ده مش هيجيب نتيجة مع الكائنات اللي مستواها أعلى. بيستفزوا إزاي العائلات الغنية ممكن تستخدم الزفت ده بسهولة عشان تسبق بخطوات. في عمق وقرة زعيم مجموعة من المحاربين بيصارعوا الموت ضد حشد الفيلان المحيط بيهم. لو الزعيم كان بيقاتل مجموعة بالفعل، يبقى الواد بتاعنا كان لازم يستنى ساعة كاملة قبل ما يجي دوره. واحد من المحاربين بيبلغ الأخ وانج وبيقول إن مبتدئ جديد خالص ظهر من العدم. وانج مش شايف إن في داعي يوقفوه، بيعتبره ملهوش أي خطورة. وبعدين في لي وارن من عيلة لي اللي تنتمي لواحدة من العائلات الكبيرة برضه، هي شايفة إن الواد ده بيحشر مناخيره بتهور، وهم غرقانين في إهانة الواد بتاعنا. بعض المحاربين فجأة شهقوا من الصدمة والرعب وهم بيتفرجوا على سوبي وهو بيقرب من الزعيم. الزعيم اللي بنتكلم عنه هو غول جبار، كان غارق في سبات عميق لحد ما الواد بتاعنا رمى نصل حد على صدره وأيقظه من نومه. ملك الغيلان المهيب بيقوم من عرشه، بيقف شامخا فوق المبتدئ الذي تجرأ على تحديه. سوبي مفيش خوف جواه، هو في قمة سعادته إنه يتصدى للوحش ده. مجموعة وانج ألقانا على الزعيم ومستنية تعليمات من قائدهم. وانج زيكسي بيعتقد إن المبتدئ هيتفرم زي الدبانة في كام ثانية. أول هجوم بيجي من ملك الغيلان الهائج اللي بيهوي بصولجانه ويفلق الأرض. الواد بتاعنا بيتفاداها برشاقة وخفة. بيغيظ الكائن ويولع غضبه، يندفع سويباي لقدام بكل ثقة ويقول له يا كلبي، ويعلن نهايته. ضربة خاطفة زي البرق بتطير 100 نقطة صحة من الزعيم، بس ده مش كفاية عشان يوقعه، فصاحبنا يقلب عليه الموازين ويوجه ضربة تانية. والزعيم غضبه زاد أكتر ويحاول يضربه ضربة واحدة يقضي عليه، بس بتفلت منه وتخبط في الأرض. سرعته ما تجيش حاجة جنب ردود أفعال سويباي السريع. بعدها صاحبنا ينزل عليه من السماء ويوجه ضربة طولية تطير حتة تانية كبيرة من صحته. السبب الوحيد إنه بيعرف يوجه ضربات قاضية إن سويباي عرف نقط ضعفه اللي هي الصدر وأسفل الظهر والعينين. الجمهور اللي بيتفرج لسانهم متعقد. الحاقدين دول بتوع دي 1 كانوا بيقطعوا في فروة صاحبنا من شوية، ودلوقتي ما بقاش عندهم كلمة يقولوها. رين تسأل زيكسي بقلق عن تحليله للموقف، بس هو كمال عنده نفس سؤالها، ازاي الواد الجديد ده سريع قوي كده؟ المناورة دي مهارة حتى اللعيبة الكبار بيلاقوا صعوبة في إتقانها، ومع ذلك سويباي بيستخدمها بكل سهولة في حركاته. الزعيم بقى ضعيف وصحته بتخلص، فمن الناحية الفنية ممكن ينطوا على سويباي ويسرقوا منه الضربة القاضية. الخيس اللي بيضحك ده مش شايف انهم لازم يستنوا شوية كمان، عشان المبتدئ ده اكيد هيغلط في الاخر ويشوف غضب ملك العفاريت. سويباي بيتعامل معاه بكل برود، وهو دلوقتي بيدمر الزعيم المبتدئ ده تدمير. ملك العفاريت يصرخ من الألم ويحاول يهاجم تاني، بس بيضيع منه الهجوم خالص ويخلي صاحبنا يوجه ضربة قاضية تانية. ملك العفاريت يسقر بغضب، بس زائر ده مش من الألم، ده نداء عشان يستدعي جنوده. صاحبنا يفهم ان الموضوع هيتعقد. المفاجأة المضحكة ان العفاريت الصغيرة بتركز هجومها على محاصرة مجموعة زيكسي ويورين بدل سويباي. زيكسي يجمع فرقته في تشكيل هجومي عشان يخترقوا دايرة العفاريت. يورين شايف ان دي محاولة ملهاش لازمة، خصوصا وان موجة لا نهائية بتحاوطهم بسرعة زي الدبان. زيكسي يركز انتباهه على مالك العفاريت ويأمر فريقه يفتحوا طريق بكل قوتهم. الفريق مشغول بيصطاد العفاريت، قائدهم يتقدم لقدام عشان يوجه الضربة القاضية. حتى مع قدرة سويباي الجبارة، زيكسي فاكر انه ممكن يسرق الضربة القاضية في آخر لحظة ومش هيسمح لأي حد يسرق منه مجده. بس هنا بقى المفاجأة، الموضوع وما فيه إن صاحبنا مش أهبل وعارف إن الواد ده عايز يسرق منه الضربة. سوبي لمح لفافة السحر اللي نص نص دي من بعيد. زيكسيك اللي كان متأكد إن النصر بتاعه فتح لفافة السحر وهو بيعلن نهاية المبتدئ ده، وكمان نهاية الوحش الزعيم بتاع المبتدئين. لفافة السحر طلعت صاروخ نار. التوربيد الناري ده ضرب ملك الغيلان مباشرة وانفجر انفجار مدوي.
يوران والباقيين وهم بيتفرجوا على سحب الدخان احتفلوا بإنهم حققوا النصر النهائي بتاعهم. زيكسي كان غيرهم، حاسس إن الوضع مش مظبوط. حتى لو اللفافة نسفت الزعيم مفيش إشعار من النظام بيأكد الضربة. فجأة إشعار النظام ظهر بس بيقول إن سوبي هو أول واحد قتل ملك الغيلان في المنطقة الشرقية. ولما الدخان اتصفى لقوا صاحبنا واقف فوق الزعيم اللي اتهزم. زيكسي اتصدم وبيسأل إزاي الواد ده قدر يخلص على الزعيم بضربة واحدة بالسرعة دي. هو غرقان في الأسئلة دي، صاحبنا كان شايفهم شوية بهايم عشان ما يعرفوش حاجة عن نقطة الضعف القاتلة. اللي عمله هو إنه فضل يستغل نقط ضعف ملك الغيلان باستمرار، وده خلاه يراكم ضرر حرج كفاية عشان يخلص عليه بضربة واحدة. الغريب في الموضوع إن سوبي كان ممكن يخلص المعركة دي بدري قوي، بس هو استنى بالعمد عشان يشوف رد فعل زيكسي. في الحقيقة صاحبنا كان عايز يدي درس للنبيل المتغطرس ده، إن الفلوس لوحدها مش كفاية عشان تجيب لك كل حاجة. في الحانة نفس إعلان فوز سوبي على زعيم المبتدئين وصلهم. أول مرة من سنين أول ضربة للزعيم اتسرقت من ال3 عائلات الكبار كلهم. بدل كده واحد عادي قدر يخطفها لنفسه، وده خلى الناس تتساءل هو الواد ده قاتل محترف سري من عشيرة سرية ولا ايه؟ الواد ده يتيم وملوش اي قدرات او اسلحة، فمستحيل يكون هزم ال3 عائلات في سباقهم على المركز الاول. نروح لمجموعة يو تشان، هي كانت مذهولة وما قدرتش تتكلم، بينما السانفي مش مصدق اللي بيقراه. على طول هجمت بكتائبها عشان تندفع ناحية نقطة التجمع الأولى. وأخيرا في زيكسي أنج اللي كان وشه قالب ومتضايق حتى بعد الحركة الوسخة الرخيصة اللي عملها. الواد الفهلوي ده عارف إن مفيش قدامهم غير إنهم يستنوا ساعة كمان قبل ما الزعيم يظهر تاني. فجأة كده الأنسة يو تشان وصلت من بوابة وهي متغاظة من زيكسي عشان حاول يسرق الزعيم التاني. وفي الوقت اللي المهزئين دول بيتلاسنوا فيه مع بعض، بطلنا بيتوج بصندوق فضة على انتصاره الخرافي على ملك العفاريت، وبقى كمان يعتبر من قليلين قوي من اللعيبة اللي في السيرفر كله اللي قدروا يخلصوا المهمة دي، واللي خلاه ياخد صندوق فضة تاني وبقى معاه صندوقين دلوقتي. سواي بحماس بيسأل نفسه يا ترى هيطلعوا له معدات نادرة المرة دي؟ الصندوق اتفتح وكان نصيبه جزمة نادرة اسمها خطوة واحدة. صندوق الفضة التاني كان غنيمة مساعدة وطلع له 10 قوارير صغيرة وقطع فضة. بكده سرعة حركته هتزيد 30% لمدة دقيقة واحدة. للأسف استخدامهم محتاج مستوى 5 على الأقل، يعني حتى مع الغنيمة الكويسة دي بطلنا مش هيقدر يستخدمها دلوقتي حالا. وفكروا انه يبص على لوحة المتصدرين للموسم العاشر من تحدي البرج، لقى قائمة واكتشف مفاجأة مش متوقعة خالص. ممكن تفتكر ان بطلنا وصل لمركز من الأوائل، لكن هو في الحقيقة ترتيبه 98. ولما دقق أكتر سوباي اكتشف ان أصحاب المراكز الأولى قتلوا الزعيم بدري أكتر، هم من مناطق تانية، بس واضح ان الحيتان دول صرفوا فلوس كتير قوي عشان يجيبوا معدات من أعلى مستوى ويخلصوا بالسرعة دي. واحدة من القوارير سوباي خد دفعة مؤقتة لنقاط الخبرة لمدة 60 دقيقة. تركيزه الأساسي دلوقتي إنه يطحن مستواه أكتر وأكتر، خصوصا إن في قائمة كاملة من الناس أقوى منه دلوقتي. وهو ماشي ناحية بوابة زنزانة بتوصل للدور الأول بيستقبل الموسم بشغف كبير. ومن الناحية التانية سوباي لقى نفسه في بعد مكاني. بمجرد ما بص حواليه أدرك إن دي في الحقيقة زنزانة المتاهة المظلمة، وده حيره شوية. الموضوع في زنزانة المنطقة بتاعت المبتدئين في البرج إن في أنواع كتير ومختلفة بصعوبات متفاوتة. زنزانة المتاهة المظلمة دي بتتصنف تقريبا صعوبة متوسطة المرتفعة في مسار المبتدئين، وده بيخليها من أكتر الزنازين تحديا للاعبين الجداد. حط رجله بدقة، بطلنا بدأ يتحرك بشكل منهجي ومنظم، كان حريص على كل خطوة. فكر إن ده نفس النمط بتاع المرة اللي فاتت. سوباي حس إنه محظوظ إن لسه فاكر كل حاجة عن المتاهة دي. فجأة دراع نط من الأرض، ومن دايرة سحرية غول مخيف ظهر من العدم. بطلنا ما كانش متوقع خالص إنه يقابل حبيبته السابقة هنا. سوباي عارف إنه غول، مش دي المشكلة هنا. وهو بيبص على إحصاوات المخلوق ده اكتشف إن بيفهم إن ده صنف عادي، قدراته على قدها. العامل اللي بيقلق في الغيلان دي هو خفتها الخارقة مع ضرباتها اللي بتيجي زي الصعقة، وده معناه إن بطلنا لازم يمشيها بالراحة عشان ما يقعش في الفخ ويغرق. بيشغل قدرة الخطوة الخطفية بتاعته، والواد ده بيعدي من جنب الغول كأنه طيف،
وينزل عليه بضربة قاضية في مقتل. ضربة السيف الواحدة دي كانت كفيل إنها تنهي حياة الوحش ده في لمح البصر. ولسه بطلنا بيلم نفسه وفاكر إنها خلصت على غول واحد، وإذا بغول تاني بيشق الأرض ويطلع له وبيحاول يهجم عليه بكل شراسة. ولحسن الحظ بطلنا بيقطع طريقه بنفس السيف وبيخلص عليه بضربة واحدة مفيش غيرها. وبعد ما خلص على 2 ورا بعض وبقى رصيده مليان، بيكسب 40 نقطة خبرة، وده بيخليه نط للمستوى الثالث على طول. وبفضل الترقية دي بقى معاه 2 نقطة سمات زيادة يقدر يستخدمهم. الأمور بدأت تتلم وتترتب بعد ما سقط ملك العفاريت، بس المتاهة دي لسه فيها كتير وما خلصتش على كده. المرة دي بيلاقي نفسه قدام لغز جديد عبارة عن لوحين عليهم نقوش غريبة، كل لوح فيهم بلون مختلف. الأحمر بيصرخ بصوبة والأزرق بيهمس بسهولة. وبما إن بطلنا بيعدي المستويات دي كأنه ماشي في جنينة، بيختار الأحمر عن قصد عشان يطمع في المكافآت اللي بتولع الدنيا. مجرد ما بيحط رجله على البلاطة بتنقله في رمشة عين لمكان تاني خالص جوه المتاهة. طب يلا بينا نبص من بعيد ونشوف مملكة يان ايه أخبارها وايه اللي بيحصل فيها. في قلب مقر نقابة سلالة جو، زعيم النقابة بيوصله خبر عن التقدم اللي ماشي زي الحرير لجونكاي. جو وانج المؤسس والزعيم ما بيشغلش باله بأي تقدم ملوش قيمة أو لازمة. كل اللي شغل باله ومحور اهتمامه هو إنهم يضمنوا الجايزة الكبيرة، جايزة النهاية. مساعده بيشوف إن الأب والابن نسخة واحدة، وبيطمن زعيم النقابة إن السيد الشاب جونكاي هيتربى على عرش المبتدئين السنة دي. لكن زعيم النقابة بينفجر غضبا وبيزقر في وش مساعده. المسألة وما فيها إن كل موسم قبل ده كان بيطلع منه ملك للمبتدئين مالوش مثيل. كل واحد فيهم كان محارب بجد، كفؤ وقوي كافح وطلع عينه عشان يوصل للمكانة اللي بيحلم بيها. ده مش مجرد لقب يتلزق في أي حد جاي بالواسطة أو المحسوبية. جو وانج قلبه متعلق بابنه، بيتمنى له كل خير وعنده إيمان بأنه هيرفع راسه ويخليه فخور بيه قدام الناس كلها. نرجع تاني لبطلنا اللي في اللحظة دي بيدمر 3 غيلان كأنهم حتة زبدة صايحة في إيده. 3 كمان سقطوا تحت إيده. بيكسب نقط خبرة كتير وبقى على وشك إنه يوصل للمستوى الرابع. الوحوش دي بقت كنز بالنسبة له، بيجمع منها نقط بسهولة، وجرعة الخبرة اللي معاه بتخلي كل ده يستاهل أضعاف مضاعفة. وبعد ما خلص على كل الغيلان جثثهم بتتبخر وتختفي من الأوضة كأنها ما كانتش موجودة. وللمفاجأة 5 بلاطات بتنور ورا بعض زي النجوم، وكل واحدة فيهم بتتباهى بلون مختلف عن التانية. بطلنا بيثبت عينيه على لوح الرمادي الغامض اللي معروف عنه إنه دايما بيفتح طريق لأوضة سرية. دي مكافأة جات له من السما ما كانش عامل حسابها خالص. هو بيستقبلها بصدر رحب وكأنه كان مستنيها. فضوله كان بيسحبه سحبة عشان يعرف ايه اللي مستخبي في آخر الطريق ده، فداس على اللوح الرمادي عشان يوصل للأوضة المخفية. في نفس اللحظة اللي بيتنقل فيها بيلاقي عشرات الغيلان اللي عينيها بتلمع بالدم مستنياه. أشباه سبايدر مان دول ملحقوش ياخدوا نفسهم وهجموا على بطلنا هجمة رجل واحد، بس هم نسيوا خالص انهم واقفين قدام مايكل جوردن. صباعي نط في الهوا وكأنه بيقبل التحدي بتاعهم، وقطع كل واحد فيهم حتت في رمشة عين. الراجل ده كان مخلص على كل غول في الأوضة ووصل للمستوى الرابع وجمع نقط كتير في طريقه. صباي وقلبه بيدق من الفرحة بيراجع نظام المستويات بتاعه بعد ما خلص الأوضة المخفية. بالرغم من ان الأوضة دي كانت مصنفة اس في الصعوبة، الراجل ده قدر يخلصها ولا كأنها حاجة من غير أي مشاكل. بعد ما خلص كل تحضيراته بطلنا حس ان الوقت جه أخيرا عشان يروح يدي الزعيم زيارة. أول حاجة عملها إنه بص على التصنيفات العالمية وكأنه بيقرأ جوردان الصبح. من بين كل الأسماء اللي هناك جون تشاي كان متصدر القايمة، ولين مينغ شوان واقف ورامل في المركز الثاني. بس حتى مع كل الأبطال دول باين إن الزعيم لسه محدش قدر يهزمه. وبكل ثقة صوباي داس على الشعار الأحمر ففتح شق في الأرض بيوصله مباشرة للزعيم. المرة دي هو متحمس يعمل سبيد ران يكسر بيه الأرقام القياسية ويخلي باقي اللاعبين ياكلوا صابعهم من الغيظ. بالعزيمة دي اللي مالية قلبه بيوصل جوه وكر الزعيم. الوكر ده كان ضخم بشكل مش طبيعي وكأنه أرضية كاملة مخصصة لزعيم واحد. في تماثيل غرجول مرعبة وفي نصهم راجل على شكل طور عملاق قاعد على عرشه وكأنه ملك متوج. الوحش ده كانت بتطلع منه هلة تخطف الأنفاس ولابس لبس محارب يليق بملك. صوباي ما بقاش بيعتبرهم حتى مجرد دوشة أو إزعاج. اندفع صوباي بسيفه المصقول ومزق مجموعة الغيلان بضربات متتالية حولتهم لحتت. الخدم دول خلص عليهم في لمح البصر، وبطلنا اندفع بأقصى سرعة رايح يتخانق مع وحش الزعيم اللي لسه قاعد على عرشه بكل برود. الذوق من العيون الشيطانية الحمراء بتلمع بالشر بصت عليه بغضب جحنمي
زعيم الدور الأول ده بيتصرف وكأنه الزعيم الأخير بتاعت اللعبة كلها لسبب غريب. المينوتور ده مش أي كلام، ده متصنف تهديد من مستوى النخبة، وعنده شريط صحة ضخم يوصل ل55,000 نقطة. ده حتى عنده 3 مهارات مختلفة كفيلة إنها تلخبط أي لاعب وتخليه يلف حوالين نفسه. بس حتى قدام كل ده سوباي كان هادي الأعصاب وبيغيظ المونيتور وبيقول له إنه لسه مغرور زي ما كان قبل كده بالظبط. أول حركة عملها بطلنا إنه رمى السيف الوهمي بتاعه عشان يشد انتباه الزعيم ليه. المونيتور بكل برود ضرب السيف بلمسة خفيفة من إيده وكأنه بدبانة. أنيد العملاق الضخم مسك فاسه الحربي المهول وبدأ يوجه فيه خطوط من الكهرباء مستعد للهجوم. الوحش طلع صرخة حرب رجت أوضة الزنزانة من شراستها. صرخة الحرب دي صحت الغرجولين الاتنين اللي كانوا راكزين فوق الأعمدة. سوبي ما بانش عليه أي أثر للخوف، بالعكس ورى حماس حقيقي إنه لاقي تحدي. المانيتو المتفجر فعل مهارة هجمة الدهس بتاعته عشان يطلق ضربة فأس قوية. في نفس الوقت الغرجولين الاتنين بيخططوا يهجموا على بطلنا من ورا. سوبي بيحارب بذكاء، الأول يتفادى الضربة وده خلى الميناتور يترنح ويفتح ثغرة، وبعدين استغل نفس الثغرة وغز الوحش في نقطة ضعفه ووجف له ضربة قاضية من أول لمسة. الوحش بيزمجل، بس بطلنا كان خلاص اتحرك لضربة تانية وعدى ساحة المعركة بسرعة البرق. سوبي قرأ حركة المينيتور اللي جاية وتوقع هجمة قطع تانية، بس قبل ما يلحقوا يعملوا أي حاجة الراجل ده حرفيا هجم بسرعة البرق على أهدافه ال3 كلهم بيوابل من الضربات من فوق لتحت. كل ضربة قطع بتسبب ضرر رهيب بفضل مهارة سوبي اللي زي البرق. طيار السرعة المينوتور اتجنن من الغضب وحاول يدوس على بطلنا، بس سوبي نط بعيد عنه بكل سهولة. في اللحظة دي المينوتور مولع نار من الغضب، غضبان لدرجة إن جسمه بيطلع هالة برتقالية وبيشغل واحدة من مهاراته ال3 اللي اسمها شحنة الثور القوية. أنا معرفش رأيكم إيه، بس لو تور بحجم بيته متغطي بالنار هجم عليا بكل قوته كنت هدعي كل ملك على الأرض عشان ينجيني. سوبي ما توقعش إن الميناتور يستخدم مهارة بالسرعة دي. الوحش على بعد اللحظات من إنه ندوس على بطلنا، بس ده بالظبط اللي كان عايزه يحصل من الأول. سوبي استغل غضب الثور ضده وتفادى الهجمة بكل برود في آخر لحظة، لدرجة إنه استفز المونيتور عشان ضيع هدفه. هو صدم الوحش الزعيم بهجمة قطع حارقة في عينه. الضربة القاضية دي كانت بشعة لدرجة إنها نزلت 1000 نقطة في ساحتها. أما الغرجولين الاتنين اللي كانوا بيحاصروه من ورا، سوبي ملقاش أي صعوبة في التعامل معاهم. هو ببساطة لوح بسلاحه في الساحة وشق الاتنين نصين. بفضل النقط الإضافية سوبي نط للمستوى 5 أخيرا وحقق هدفه المنشود. دلوقتي يقدر يستخدم المهارة الخارقة بتاعت حذائه النادر. سوبي اختارها وشغل قدرة الخطوة الواحدة بتاعته اللي بتعلي سرعته لمدة 30 ثانية. هو كان سريع أصلا، بس دلوقتي بقى سريع لدرجة ما فيش حاجة توقفه، لدرجة إن المينوتور ما بقاش قادر يشوفه حتى. وتشوفه خطوط زرقاء بتشق جسم المخلوق وتقطع فيه من كل ناحية وتنزل عليه ألم حاد يخليه يتلوى. متقمص المينوتور بيتغصب يدخل في حالة الهيجان المجنونة بتاعته. الجنون دي للوحش كابوس حتى للي بيخدموه عشان يتعاملوا معاها، وهو بيدمر الغيلان وكل حاجة حواليه من كتر غضبه. سوبي بيستهزأ بالوحش حتى في عز هيجاله وبيقول إن الخناقة دي مجرد لعب عياله بالنسبة له. حركاته السلسة اللي ما فيهاش أي مجهود بتخلي المينوتور يتجنن زيادة عن اللزوم وهو عمال يدور على هدفه بعجز تام. ومع ان وضع الهيجان بتاعه بيختفي تدريجيا لحد ما يوصل للصفر، المينوتور بيندفع بغضب شديد عشان يهجم. لكن أول ما يحدد اتجاه سوهي ببساطة بيتنقل لحظيا ورا الزعيم بسرعته اللي زي سرعة الملوك ويحيره ويلخبطه مرة ورا مرة. مستغله فرصة سهلة ومواتية، سوهي بيشق صدر المينوتور بشفرته ويوجه له ضربة حرجة قاضية تانية. الوحش الجبار ده اللي كان شكله مرعب في بداية المعركة دلوقتي بقى راكع على ركبه بيخسر نقاط صحة باستمرار بسبب النزيف الحاد والسريع. ودلوقتي الزعيم بقى صيد سهل يتقتل في أي لحظة، ومع ان الوحش بقى مشلول ومتحركش سوهي بيغرز نصله بعمق في جلده السميك ويخليه ينزف دم أكتر وأكتر. الضربة الأخيرة دي لوحدها قضت على 3000 نقطة صحة. في النهاية الوحش ما بقاش عنده أي طاقة يكمل بيها القتال وبيطيح على الأرض بوقعة مدوية تهز المكان. ختام المعركة دي بيكسب سوهي تذكرة دخول للدور الثاني في الزنزانة.
بعد ما هزم زعيم الدور الأول بالتقييم قتالي مثالي، النظام بيكافئه ب10,000 نقطة خبرة مهولة. النظام كمان بيكرمه بإنجاز إنه يبقى أول لاعب يهزم زعيم الدور الأول. مكافأته صندوق كنز ذهبي وكمان كرة خبرة وسط كومة من العملات الذهبية. وقت إنجازه السريع كان أقل من ساعة، وده كمان بيكسر الرقم العالمي في برج الملوك. على الجانب الآخر شخص ما بيواجه المينوتور العملاق بانفجار ناري مدوي. الشخص ده مفيش غيره جو جون كاي اللي معاه مدفع إبادة الكوارث ال10,000. الموديل ده اللي عايش على فلوس أبوه فاكر نفسه ملك الدنيا بفلوس أبوه، لكن في عز ما هو بيحارب الوحش إعلان من النظام بيظهر فجأة وبيبلغ اللاعبين عن إنجاز سوهي الخرافي في هزيمة زعيم الدور الأول. وش جو جون كاي بيقع من الصدمة، مش قادر يستوعب إزاي ممكن يكون في حد أسرع منه هو شخصيا. في الوقت المتصدرين الحالية سوهي لسه مزيد زينكاي صاحب المركز الأول. الواد ده دمه محروق قوي وفاكر إن بطلنا غش عشان مفيش حد يقدر يهزم المينيتور في أقل من ساعة. إعلان النظام لفت انتباه ناس كتير وخلاهم يشككوا في شرعية اللاعب المعروف باسم سوبي. محدش كان يتخيل إن المملكة الفتاية دي هتكون ورا ظهور وحش زي لي جينجيان اللي بقى أسطورة لأمته. من أداء سوبي لحد دلوقتي الناس رهنت خلاصه على إنه هينجح ويبقى ملك الموسم الجديد. واللي قلقان أكتر هو زعيم النقابة أبو جينكاي اللي بيشكك في هوية سوبي، ومع ذلك لسه فاضل 9 أدوار في برج الملك. ولو جينكاي قدر ينجح بامتياز في مهمة تغيير وظيفته ممكن يخطف لقب ملك الموسم لنفسه. وضارب بكلام ابنه عرض الحائط، زعيم النقابة بيطالب بتحقيق شامل عن سوبي. المشهد بيتنقل لليدي يوتشان اللي بدأت تتحرك بالفعل وبتبعت رسائل لبطلنا حتى انها عزمته يجي يشتغل لعيلة لين، وفي الاخر ندمت اشد الندم انها استهانت بقدراته. نرجع بقى لبطلنا اللي واقف قدام صندوق الكنز الذهبي. التحفة دي ما بتظهرش غير لأول قتلة وللأحداث الخاصة، عشان كده صعب تلاقيها. بفضل إنجازه سوبي هيكون أول واحد يفتح الصندوق الذهبي للموسم ده، وده معناه إنه مضمون له قطرية معدات من أعلى مستوى عايمة قدام عينيه قطع مطلية بالذهب وبجودة مثالية اسمها الهو الذهب الجبار. بطلنا بيمسك الهو بتاعه وبيلم الغنيمة. هو عارف ان الحاجة دي هتبقى مفيدة اكتر بكتير في المراحل اللي جاية من البرج. بيستهلك فوائد الكرة ويكسب 60,000 نقطة على طول، والنتيجة لكده بينط للمستوى السادس. بعد كده بيرقي معدات رجليه وبيصرف 3000 عملة فضية عشان يتحط مدة الترقية. وبما ان معاه فلوس اكتر من كفاية تحت ايده، سوبي بياخد الفايدة في ساعتها. بعد شوية بيبقى غرقان في ترقية عالية المستوى. النظام بيعرض ملفه الحالي ومعداته الأساسية هي التحفة الأسمى ونصله الموثوق والمسكول وأحذية نادرة وأخيرا درع عادي. عشان يزود صعوبة رحلة السرعة بتاعته سوبي بيحط لنفسه هدف شخصي إنه يخلص 10 أدوار في خلال 24 ساعة. موقعنا الجاي هو صحراء ناكا. إن بلغ بطلنا بإحداق دقيقة واحدة بس فاصلة وبعدها تنطلق أول موجة. العد التنازلي انطلق وعين سوباي صرحة في جمال المنظر اللي حواليه. سوباي بخبرته اللي اكتسبها في الصحراء كان متوقع 10 موجات من الوحوش، بس ده بان له بطيء وسهل زيادة عن اللزوم، فبيدور على طريقة يخليهم يطلعوا أسرع وأسرع. وفجأة أول كائن بيطلع من بوابة الاستدعاء اللي وراه بالظبط المسخ القبيح ده سحلية سن المنشار لدغتها سام قاتل. سوباي من كتر الملل شايف ان الكائنات دي مش هتعمل غير انها تضيع وقته على الفاضي. بدل ما يقف يتفرج اخونا بياخد المبادرة وينقض عليهم في اول حركة ليه بضربة سيف واحدة. اول سحلية بتتصعد بضربة قاضية واحدة ورا التانية بلا رحمة لحد ما الموجة كلها تتسحق عن بكرة ابيها. وبعد ما كلهم ماتوا الموجة التانية هتوصل في دقيقة كمان. في العادي معركة السحالي دي بتاخد حوالي 10 دقايق، بس بطلنا قدر يخلص على الموجة في دقيقتين وبكل سهولة. الموجة التانية بتلاحق سوباي وهو بيشتغل مع عدته اللي بتنقله خطوة واحدة كأنه بيفتح باب جديد للسرعة. بالطريقة دي هيوصلهم أسرع من أي وقت فات ويخلص عليهم في لمح البصر. ومع تفعيل التأثير الراجل ده بيتحول لفلاش بيحصد الأرواح قتل ورا قتل ورا قتل في حركة متعرجة زي البرق. سوباي متحمس لدرجة إنه رايز يحطم كل الأرقام القياسية اللي عملها في حياته اللي فاتت. النظام بيعلنها الصراحة إبادة كاملة للموجة التانية من السحالي. الموجة الثالثة ظهرت بسرعة البرق ومصيرها كان الموت زي اللي قبلها بالظبط. الرابعة ظهرت وماتت هي كمان بدون أي مقاومة، وفضل الوضع كده موجة ورا موجة لحد ما بطلنا واجه زعيم الدور الثاني.
سوباي على بعد ثواني معدودة من توجيه الضربة القاضية للذئب البشري. ضربته الأخيرة بتصيب الضربة الحاسمة وتنهي حياة المخلوق ده للأبد. وبكده الدور التاني اتنظف تماما واتمنحت له تذكرة الدخول للدور الثالث. النظام بيكافئه بصندوق كنز ذهبي تاني، مكافأة انه اول واحد يقتل الزعيم. وقت انهائه كان 30 دقيقة بس، وده بيخليه انجاز خرافي في السرعة. ولما فتح الصندوق بطلنا اكتشف الكنز اللي كان محتاجه بشدة اكتر من اي حاجة تانية. درع متصل من درجة ممتازة متغطي باللون البنفسجي والذهبي كأنه قطعة فنية. الدرع ده مش مجرد درع، ده وحش بحد ذاته، وكمان ليه تأثير تجديد ذاتي. سوباي فخور بحظه اللي ابتسم له وبيتجه فورا لإعدادات الترقية عشان يزود من قدراته. مش عايز يخليه قوي زيادة عن اللزوم لدرجة ان هو نفسه ما يعرفش يتحكم فيه. بصرف عملة ذهبية واحدة بطلنا بيكمل في الترقية الغالية دي وقلبه بيوجعه، حاسس بالحزن وهو مبسوط على استخماره الفاخر. مستوبي نط للسابع بعد ما بلع كورة خبرة تانية، بقى قوي كفاية انه يتحدى الدور الثالث بتذكرة الدخول. بطلنا خطى ناحية البوابة بعد ما رمى 100 عملة ذهب ولا فارق معاه. عقب دلوقتي هي قلة الفلوس. جوه في الحريري بتاع الدور الثالث سوبي بيواجه زواحف مرعبة متقطشة للجنب من كل شكل ولون. هو مبيد حشرات بحجم إنسان، فدخل عليهم كاسح عشان يخلص عليهم كلهم. حاليا جونكاي لسه مشغول بضرب المينوتور، في الآخر هيهزمه ويخلص الدور الأول. وقت إنجازه 2:25 دقيقة، وده أكتر بكتير من سوبي. بفضل انتصاره كسب سلاح نادر اسمه السيف الطويل الفاخر كمكافأة ليه. الواد كان فرحان قوي في الأول لحد ما بص على لوحة المتصدرين وشاف سوبي مكاتسح مراكز الدور التاني. صدمة، ازاي الراجل ده خلص على الدور التاني وهو لسه ما حطش رجله فيه؟ اليأس اتدب فيه، والواد اللي فاكر نفسه حاجة استسلم للهزيمة. حيره انه يعرف هوية سوبي. في نفس الوقت بطلنا بيفرم العنكبوت الضخم التخين وهو مستمتع. خلص الدور الثالث بسرعة رهيبة برضه وضمن المركز الأول تاني. نعدي شوية، هو ما واجهش أي صعوبة في الدور الرابع برضه، رقم قياسي جديد. الدور الخامس هو اللي دمر فيه وحش مائي ضخم وخلص المستوى في 20 دقيقة. انتصاراته المتتالية ورا بعض دي حاجة مش معقولة في نظر المتفرجين. في نظرهم هو وحش كاسح بالنسبة للمبتدئ ما يبانش عليه أي إشارة للتباطؤ. الأعضاء بيتكلموا، بيتسألوا لو الموسم ده سهل قوي على المبتدئين، بس بعدين بيجي سؤال عن سرعة جونكاي. فبالرغم من انه حصل على سلاح اسطوري ببلاش، لسه خد وقت طويل عشان يخلص المستوى الاول. اللقطة بتتنقل لأوضة اجتماع الاستراتيجية اللي فيها اعضاء المجموعة بيعبروا عن اهتمامهم ببطلنا. بالينغ سويد وسينانتيان مستغربين ان الراجل الغامض ده ملوش اي سجل سابق ولا اي واسطة. بيفترضوا ان سوبي يمكن يكون لقى بالصدفة قدرة خارقة جوه البرج، بس دي حاجة نادرة جدا. مفيش غير 10 قطع بس من المعدات الأسطورية موجودة في مملكة يون، فمش منطقي اننا نفكر ان سوبي معاه واحدة منهم. لينغ شوي ونانتيان هم 2 من أكفى المقاتلين اللي عرفتهم مملكة يون على الإطلاق. اللي عيونفت كتير حتى هم نفسهم لسانهم اتعقد من هول الموقف ده. صوتهم العالي سكت لما قائد الخطط الكابتن سو كانج دخل في النص. الراجل ده دماغه مش فاضية للرغي في التفاصيل الصغيرة، كل اللي شغل باله هو انه يلحق يشتري أسلحة سوباي أول ما يرجع من البرج. شايف انهم ممكن يظبطوا قاعدة معاه بعدين عشان يفرشوا كل التفاصيل. نانتيان حاول يعترض، بس الكابتن قفل بقه بسرعة ورمى عليه كلمة ان فرق المبتدئين طول عمرها ماشية على السيستم ده، ممكن يستغلوا سوباي لمصلحتهم. وبمجرد ما قال الكلمتين دول الكابتن فاضل اجتماع وسابهم ومشي. اما نانتيان بتاع اتريز فخليه يلم نفسه ويشغل باله بحاله، ده على وشك انه يتشال وينزل الفرقة التانية. نرجع بقى لبطلنا اللي قاعد دلوقتي بيقلب في ارقامه الاساسية. كل طلعة مستوى بتديله 8 نقط عشوائي، بس اللي بيشفط جيبه شفطه هو قلة الفلوس عشان يطور العدة بتاعته. من اللحظة دي اقل تطوير هيوقعه في 13 عملة ذهب، وده عشان عدته بقت حاجة تانية خالص. مع ان جيبه فيه 300 عملة، سوبي دماغه راح انه يقلص الدور العاشر ويلم 500 عملة كمان. ولقب ملك المبتدئين هيرمي في جيبه 200 عملة زيادة، بس فجأة الحقيقة المرة بتنط قدامه. لسه برضه مش مكفي، الراجل ده عايز فلوس زي رمل البحر، زي فلوس إيلون ماسك كده، عشان يعرف يطور أسلحته صح. فجأة اسم حد نط في دماغه، وهو بيقلب في إعدادات السيستم سوبي فتح رسائله وفهم إن جه الوقت اللي لازم يقبل فيه العروض. فاكرين الست يوتشان؟
عرض عليكم كريستالات بأسعار مختلفة كل واحدة بسعرها. الجديد في الصفقة دي إنه بيبيع بسعر أقل من سعر السوق، يعني عامل خصم جامد. واحد فيهم بيستسلم ويوافق يشتري المخزون كله على بعضه. بطلنا طاير من الفرح وهو بيبيع لها 30 كريستالة، وفي دماغه إنه يبيع لها أكتر وأكتر. بعد ما قفل الصفقة ولم عملاته اللي بيعشقها، سوبي دخل الدور السادس عشان يكمل طحن. الواحة اللي دي من الأدوار اللي بتكسر الظهر في البرج، وهنا بالظبط الأمور بدأت تولع وتتصعب أكتر. الزعيم ممكن ينط عليك من أي زاوية، عشان كده لازم عينك تكون مفتحة في كل حتة. وهو بيلف بسلاحه الجديد، بطلنا مسك القوس بتاعه اللي ما بيخيبش أمل، مستعد للمهمة. بس المفاجأة إنه معدوش ولا سهم زيادة. سوبي ناوي يحط كل اللي عنده ويطلع أحسن ما فيه. ما هو مشي بيستكشف المكان، فجأة لقى نفسه في وش مجموعة نمور وحوطوه من كل حتة. دي كانت الفرصة الذهبية لبطلنا عشان يجرب سلاحه الجديد، فقام ضرب عليه مقابل من السهام نزلت عدد كبير من الوحوش في لمح البصر. بس في كام واحد نطوا على سوبي من ظهره. لما شم ريحة الخطر لف بسرعة وخلص عليهم كلهم. بعد ما الوحوش ماتت، سوبي قرر ياخد السهام من جثثهم ويستخدمها تاني. الميزة إن السهام دي ممكن تستخدم مرتين، يعني يقدر يوفرها للأدوار اللي جاية. ولما يخلص استخدامهم خالص هيعمل فلوس كتير قوي لما يبيعهم لأوتشن. لما وصل للجدول، سوبي افتكر إن المكان ده هو اللي الزعيم بيظهر فيه دايما، وهو ماشي عكس التيار حس بإحساس غريب كده. الإحساس ده أكد له مكان الزعيم. بسرعة البرق سوبي حس بوصوله وقفز لقدام عشان يقضي عليه، لكنه لقى مجموعة صيادين تعبانين وماسكين أسلحة بدل الزعيم. الجماعة دول كانوا مجرد وحوش عادية متجمعين. سوبي استهدف كل واحد فيهم بسلاحه اللي بيضرب من بعيد. السهام دي قضت على الصيادين دول بسهولة. جثثهم كمان وقعت كيس ذهب نادر، وكمان كريستالة نقل وظيفة. بطلنا اختار الكريستالة اللي من فئة المحاربين عشان نسبة ظهورها عالية في المكان ده. بعد كده فتح إعدادات الكريستالة في النظام وبعتها للست أوتشن وعرض عليها مقايضة. الست أول ما شافت كريستالة فئة المحاربين عرضت 100 عملة ذهب أو 100,000 كاش. سوبي طلع عينها في الفلوس وأجبرها تضاعف عرضها، وبكده الصفقة تمت. وبعدين مشي مبسوط. بعد ما ضمن جولة تجميع تانية، فجأة سوبي سمع صوت صريخ يخوف. لف وشه متحمس أخيرا إنه يواجه الزعيم. الراجل ده صياد برضه، بس ده على منشطات ومحتاج يروق دماغه أكيد. اللي مسمينه شيطان سمك الواحة ده زعيم من مستوى النخبة وعنده مهارات كتير خاصة بيه. بس ده ولا حاجة بالنسبة لسوبي اللي بيتريق على الزعيم. صوب قوسه عشان هجومه اللي جاي. الصياد الوحش ده صوب ربحه ثلاثي الشعب على بطلنا اللي كان بيرمي سهام كتير من بعيد. السهام دي بتسبب ضرر كبير قوي، بس الموضوع مخلصش على كده. سوبي نط لفوق عشان يرمي سهام زيادة من قريب قوي، وبيجيب ضربات قاضية ورا بعض. الصياد الجنن رمى رمحه ثلاثي الشعب، سلاحه الوحيد، في محاولة عشان يقتل الحشرة البني آدمة دي. بس بطلنا تفاداها بسهولة وقال له يا سمكة غبية مخاة على قدها. وهو بيحكم عليه بالموت، سوبي ضرب 3 طلقات في دماغه ورا بعض، وهو بيطلع عين مهاراته في التصويب الآلي. الزعيم اتقتل وعمل دبة جامدة في المية، والنظام بيهنيه علشان يحقق علامة كاملة تانية. الدور ده كان حكاية قعد فيه ساعتين بحالهم عشان يخلصوا من شدة صعوبته. بس سوبي لسه قلبه طاير من الفرحة عشان كسب 5 صناديق فضة مكافأة على تعبه. وهو بيلم غنايمه فتح الصناديق بلهفة، لقى جواها جرعات تقويه، عملات ذهب بتلمع، ومعدات جديدة. بس بطلنا ما كانش مبسوط قوي باللي طلعه. اغلبه كان حاجات تعبانة ومستواها قليل. الحاجة الوحيدة اللي عجبته كانت أساور شيطان السمك، فقال على طول انه يطورها ويخليها اقوى. سوبي لبس الأساور وحس بقوة غريبة، الزيادات اللي فيها هترفع من قدراته كلها وتخليه جبار. وعين على الدور السابع، حتى لنفسه تحدي جديد يخلص ال10 ادوار الجايين في 20 ساعة بالظبط. وفجأة زي الصاعقة من السماء، النظام عمل إعلان محدش كان متوقعه. لاعبة جديدة اسمها لين من شوانج ظهرت فجأة، معاها مهنة من الفئة S، يعني من أولها كده داخلة تقيلة. والناس كلها بتتداول سيرة من شوانج وأصلها من عيلة لين العريقة، نفس العيلة اللي ليها صلة بسياف الخالد لي اللي قوته أسطورية ومحدش يقدر يوصله، عشان كده هو الأول على العالم كله. الناس كلها بدأت تاخد مين شوانج على محمل الجد، وشايفينها منافسة قوية على عرش ملك المبتدئين. بس في نفس الوقت في ناس شاكة في قدراتها،
خصوصا لما شافوا السوباي كسر الدور السابع ودمره بالكامل، ومينغ شوانج لسه محبوسة في الدور الثالث. بعضهم يتوقع ان مينغ شوانج مخبية سلاح سري زي جو جون كاي بالظبط، عشان كده متوقعين منها مفاجأة. في اللحظة دي بطلنا متربع على العرش في الصدارة، ومينغ شوانج وجو جون كاي بيجروا وراه بيحاولوا يلحقوه. الواد المدلل ده مولع نور من الغضب عشان لقى نفسه في المركز الثالث، وناوي ينتقم ويقلب الترابيزة بعد ما تظهر ترتيبات الدور الخامس. الدور السابع من برج الملوك بيفتح قدامنا أبواب القلعة المظلمة اللي محدش يعرف أسرارها. هنا بطلنا هيقف وش لوش قدام السيد الحافة البدائي المخيف اللي جاي من عصور قديمة، ووجه ضربة قاضية قوية الكيس العظم العجوز ده خلته يترنح. في الدور الرابع مين شوانج مشغولة بتكسير دماغ رجال السحالي، ورافضة تماما انها تفضل محبوسة في المركز الثاني. اما جو جون كاي فقدر يوصل للدور الخامس ولسه واخد حجر تغيير الفئة اللي هيغير كل حاجة. صحوته كانت حاجة ما تتوصفش. جو جون كاي اتحول لقناص من فئة الاس اس المزدوجة، يعني قوة جبارة. في الدور الثامن بطلنا بيواجه جيش من الهياكل العظمية في هاوية الآلم المخيفة ومستعد للتحدي. سوباي بيقطعهم كلهم بضربة واحدة لكل واحد، بيخلص عليهم في لمح البصر. هو طائر من الفرحة بتقدمه السريع وعارف انه فاضل له دورين بس ويكسرهم ويحقق هدفه. مين شوانج قدرت تهزم الدور السادس في نفس اللحظة اللي جو جون كاي قدر يخلصوا فيها. هما الاتنين بيتصارعوا صراع الموت على المركز الثاني، في حين ان بطلنا سبقهم ووصل للدور التاسع. خلاص المكان ده مقرف ومقزز بسبب الزومبي البشع اللي ملياه، وفي الوقت اللي هو بيخلص عليهم مين شوانج بتثبت وجودها في الدور السابع وبتقتل الزعيم بتاعه. بعد عناء طويل سوباي شق طريقه وصل لقمة الدور العاشر. الدور ده اسمه منصة الكوابيس، واللي بيستخبى جواه وحش زعيم خارقي اسمه أبطال الكوابيس. وكالعادة بطلنا بينادي عليه يا أخويا الصغير بكل ثقة، وبيعلنها صريحة إنه جاي ياخد لقب ملك المبتدئين. المعركة بتولع وسوباي بينقض زي الصقر عشان ينهي الموضوع بضربة قاضية، مش عايز يضيع وقت في اللعبة مع خصمه. وفي لمح البصر بيوجه عشرات الضربات القاطعة اللي بتشق الجسم الزعيم. الوحش الضخم بيرد بمخلبه المرعب، لكن بطلنا ببراءة بيرد الضربة وبيسخر من الوحش عشان غاب انه يكرر نفس الغلطة للمرة التانية. المعركة بتوصل لنهايتها لما الكيان الوهمي ده بيتقطع نصين بضربة عمودية أخيرة زي ما يكون اتقسم بالمسطرة. نفس وحش الكوابيس اللي كان المفروض يكسر الدنيا ويصعب على أي حد اتذل واتهان بكل سهولة. بعد ما خلص ال10 أدوار كلهم، النظام بيعلن بفخر إن سوباي هو أول واحد ينهي الدور العاشر ويكسب عن جدارة لقب ملك المبتدئين. اللقب ده بيعلي نقاط الخبرة بشكل خرافي وتلقائي، وبيضيف له كمان نقاط سمات، بس للأسف مدته موسم واحد بس. الأهم من كل ده إنه قدر يحصل على كريستالة من الفئة اس كلاس ثلاثية، ومعاه 5 صناديق ذهب محتفظ بيهم. بطلنا متوقع غنايم تكسر الدنيا المرة دي. اللي بعده كان سيف النمر النادر اللي يعتبر نص نص، يعني مش واو قوي. وبعدين لقى خريطة كنز، دي بقى حاجة عظيمة عشان يعرف يتنقل بيها. ودرع طاطا وحجر ضوء مش مبهرين قوي، بس أحسن من أي حاجة عادية. بس أحسن حاجة في كل اللي فات ده كانت قفاز تنين النار. إحصائياتهم جبارة لدرجة إنها ممكن تتصنف من المعدات الأسطورية. عشان يجرب قوتهم بطلنا بضربة واحدة بس بيدمر الساحة كلها كأنها قنبلة. وهو بيبص على ملفه الشخصي بيفكر إنه هيبقى قوة لا تقهر لو قدر يطور المعدات دي بالساعة العليا. بعد كده بيفتح 30 صندوق فضة كان جمع لهم في جولات التجميع بتاعته. الفلوس دي كفته إنه يطور كل أسلحته وكمان يفتح أسلحة جديدة. يلا بينا نشوف رد فعل الجمهور. جمهور يان مصدوم من اللي شافه. انتصار سوباي الكاسح في 17 ساعة بس. ده كمان جاب كريستالة اس كلاس ثلاثية اللي هي أندر حاجة في الوجود، نادرة لدرجة إن ناس زي سيف الخالد ليه كان عندهم واحدة بس وبقوا رقم 1 على مستوى العالم كله. شعب مملكة يان دموع الفرح بتنزل من عينيهم على نجاح بلدهم. وفي نفس الوقت أعضاء مجلس الاجتماع بيراقبوا لقطات قتال سوباي بكل تركيز. القائد بيطالب بالتحقيق في كل فتفوتة معلومات عن بطلنا، وبيأكد على ضرورة تجنيده فورا. لينكس بيسأل ايه اللي المفروض نعرضه عليه في الأول خالص؟ من الأول خالص، وده اللي خلى القبطان يزعق لها. عرضه كان إنه يضم سباي لأعلى فرقة
فرقة من العيار التقيل، هي الفرقة اللي دايما في وش المدفع في كل مهماتهم. أصل موهبة زي سباي مستحيل تتحط مع أي ناس تعبانة من الدرجة التانية. القبطان مصمم إن موهبة فاذة زيه ما ينفعش تتساب للظروف. بعد ما يضموا سباي فرقتهم هتطير في الترتيب بشكل مش طبيعي، وهيبقى مركزهم جنب السيف الخالد للين. لينج زوي بتبعد إنها تكمل المهمة وهي عارفة إن القبطان كلامه صح. في حالة المتفرجين بيتسألوا لو سباي اختار فئة خلاص، لسه ما عملش تحويل بس قوته لحد دلوقتي فوق خيالهم. الناس بتتسأل لو هيرجع لمدينته تاني عشان يحتفلوا بيه. وعلى سيرة القط، الواد بتاعنا بيفتح الباب ويرزعه. دخولته اللي كلها ثقة دي بتقابل كره من الناس، وكلهم بيسألوا ايه اللي مدي الراجل ده كل الثقة دي، ماشي كأنه صاحب المكان. الراجل بيقرب من ست الحانة اللي شكلها مبهورة جدا بأدائه. سباي بيطلب كوباية نجم سقطة، مشروب حصري ومن وصفة الست دي الخاصة. لصدمة الزباين، الست دي مش بتتعصب على الراجل ده خالص، بالعكس هي مستمتعة بالكلام معاه كأنهم صحاب. ست الحانة عارفة إنه شايل حمل كبير من البضاعة الغالية وممكن كمان حاجة تانية. بتطلب منه المشروب كامل. سباي بيشربها بكل سرور، وده بيزود احصائياته نقطة في كل حاجة. بعد كده بيطلب أوضة خاصة عشان يقعد فوق. قبل ما يستمتع براحته الحلوة، الست يوشون بتوصل فجأة من غير أي مقدمات. جت معاها الحراس بتوعها عشان تطور علاقتها المهنية مع الواد بتاعنا. سباي بيوريها شنطته اللي مليانة كريستالات زيادة وبياخد رد فعل حماسي. بيطلعوا فوق عشان يتكلموا في خصوصية، وهناك سباي بيوريهم الكريستالات الخرافية اللي جمعها. لمعتهم بتعمي عيون أفراد عيلة لين، من ضمنهم في 5 كريستالات من فئة دي وكتير من الفئات الأقل. وفي الآخر الواد بتاعنا بيطلع كمان كريستالة فئة أس عشان يصدم الكل. ولا واحد من أفراد عيلة لين كان متوقع ده، حتى يوشون اللي غالبا مستعدة تبيع نفسها بس عشان تحط إيديها عليها. البنت دي هتجنن على كريستالة، في حين إن بوشانا باللورة ده خلاص عقله طار. يوشون فورا بتطلب سعر الكريستالة وعينيها على الصفقة. سباي بيأكد لها إن باقي الحاجات هتتباع بسعر السوق. هو طالب 10% كاش والباقي يتحوله ذهب، وكمان كلفها بمجموعة لوازم تشتريها، حاجة يوتشين تقدر تعملها بسهولة بشبكة علاقاتها. سوبي بيسلمها القايمة وبيخلص الموضوع. الواد بيريح على كنبة وبيطلب عرض على الكريستالة اللي من فئة اس. الست يوتشين بتطلع 200 مليون كاش كرقم كبير منها، حتى الواد بتاعنا ما كانش متوقع ان حتة الصخرة دي تطلع بالرقم ده كله. المضحك ان يوتشين بتتعامل معاها كأن ال 200 مليون دول مش رقم كبير على ندرة الحاجة دي، لدرجة انها مبسوطة تديله إقامة مجانية في أول مدينة في برج الملك. الاتنين اللي شغالين معاها مستغربين قرار يوتشين إنها تقدم مكافأة بالضخامة دي، بس الست دي واقفة على شغلها وعايز الكريستالة دي لأي سبب كان. سوبي بيستوعب إنه ممكن يكون بيقلل من قيمة الحجر ده. بدل ما يتناقش بيوافق على الصفقة وبيطلب إن الدفع يتحدد بعد 7 أيام. يوتشين المتحمسة بتكون أكتر من سعيدة إنها تمضي العقد. الواد بتاعنا صح وهما الاتنين بيسلموا على بعض. صفقتهم بتتم والست بتستمتع بصخرتها الجديدة الغالية والفخمة. بعد كده يوتشين بترحب بسوبي في مجموعة لين، وهي عارفة انه طلع كريستالة من فئة تريبل اس، وده معناه ان كل واحد والتاني هيحاول يجنده دلوقتي. بس سوبي مش ناوي يغير فئته في الوقت الحالي، وده بيفاجئ يوتشين لان اي حد ممكن بسهولة يحاول يسرق الكريستالة الغالية بتاعته. على كده الواد بتاعنا بيطمنها انه عنده خططه الخاصة اللي بيجهزها من ورا، ملوش داعي يتقلق على حاجات زي دي. الاجتماع بيخلص وسوبي وهو رايح يستريح بيسمع بالصدفة حوار بين 2 رجالة هم شاكين في هويته كسوبي. كل اللي في البار دلوقتي عارفين اسمه ومدركين ان هو اللي عمل الدخلة الدرامية دي. هم مركزين عليه ومشدودين له لدرجة ان شغل صاحبة الحانة بقى فوضى اكتر من اي وقت فات. هي ناوية تويه بيه قريب، والبلاد بتاعنا نايم نوم عميق. الشيطان المتخفي ده بيظهر في اوضته فجأة. حلمك راجل يعني. صاحبة الحانة بتصوب نظرها على هدفها وبتصحيه برجليها. سوبي متضايق منها وهي بتشتكي له ان شغلها مش ماشي بسبب تصرفاته. عشان يعوضها عن كل المشاكل اللي عملها، الواد بتاعنا بيعرض عليها شوية ذهب كتير. صاحبة الحانة بتتصادم لما بتشوفهم وعلى طول بتغير مودها. البنت كانت لسه هتضربه على سخنة وفجأة بتتصرف كأنها تقدر. هي تقدر تشيل الليلة كلها لوحدها،
وتدبر أمورها بنفسها. صوباي بيفكرها ما تمدش إيدها على روح في حملتها، وهي بتطمنه بابتسامة إنها مش قتالة. وبعد ما خلصوا كلام في موضوع كان شاغل بالهم، صوباي فتح سيرة موضوع تاني خالص. صاحبة الخمارة عينيها لمعت بالفرحة، وقلبها قال لها إنه جايب لها كنوز من الوصفات النادرة عشان تبيعها من جديد. لكن اللي اتكشف عنه كان مفاجأة تذهل العقول، كريستالة تغيير وظيفة من الفئة الثلاثية SSS. أيوة، دي أندر جوهرة ممكن تشوفها عين وأغلى ما في الوجود. صوباي بلغها بقرار يهز الجبال إنه على وشك يبدأ اختبار الملوك العظيم. الخبر شدها زي المغناطيس وخلاها تسأله بذهول إزاي عرف عن حاجة زي دي من الأساس. الإجابة كانت أبسط مما تتخيل، دي أسرار من حياته اللي فاتت اللي خاض فيها الاختبار ده أكتر من 100 مرة. صاحبة الخمارة شددت على كلامها وقالت إن الشرط الوحيد لدخول الاختبار ده هو الكريستالة وبس. في البعد ده مفيش لا مال ينفعك ولا عتاد يحميك، لكن في المقابل هتلاقي كريستالة فئة مخفية، كنز مستخبي. دي مناورة خطيرة، عشان لو بطلنا قرر يخوض الاختبار ده كريستالة SSS هتتلاشى كأنها ما حصلتش. هي ضربة واحدة يا تصيب يا تخيب، وللأسف صوباي ضيع الفرصة دي أكتر من 100 مرة في حياته اللي فاتت. هو عازم على انه يصلح غلطاته اللي فاتت وطلب منها ترتب له الاختبار ده. صاحبة الخمارة اتفاجئت باصراره اللي ملوش حدود، وفكرته بان لو روحه طلعت يبقى هو اللي جناها على نفسه. صوباي ما كانش شايل هم، وفضل واثق في قدرته على النجاة زي ما يكون شايفها بعينيه. صاحبة الخمارة مسكت الكريستالة بين صوابرها وسحقتها في ايدها بقوة، وبكده اعلنت بداية الاختبار. وبعد ما الكريستالة اتحطمت، النظام نبه اللاعب بصوت حاسم: مفيش أي طريق للرجوع أو الهروب من الاختبار ده بعد ما يبدأ. دايرة سحرية اتفتحت قدامهم، وصاحبة الخمارة وجهت له آخر تحذير. صوباي ناداها بلسان طويل: يا جدة نكدية. الكلمة دي ولعت نار الغيظ في قلبها، لدرجة إنها ركلته برجليها بكل قوتها جوه الدايرة عشان يروح في داهية. صوباي وقع في البوابة زي الحجر وهو بيصرخ من الرعب إنها ما تكررش نفس الحركة الغبية دي تاني. طبعا الست الكبيرة ما كانتش فاهمة أي حاجة من اللي بيقوله، وبتتسائل في سرها: هو احنا اتقابلنا قبل كده؟ بطلنا وقع في بعد كأنه قطعة من الجحيم اتفتحت على الأرض. المكان ده كله حمم بركانية بتغلي، مرهب تلسع الروح. وأخيرا صوباي نزل في نفس الاختبار اللي ضيع فيه روحه أكتر من مرة في حياته اللي فاتت. بقايا الهياكل العظمية اللي بتطفو في النهر الجهنمي ده هي رفات اللي تجرأوا في يوم من الأيام يتحدوا الاختبار ده. الحقيقة المرة اللي بتلسع الروح إن بطلنا جه هنا بنفس الهدف اللي ساق الناس دي لمصيرها المحتوم. هو في خطر حقيقي، خطر الموت نفسه بيتربص بيه هنا. وهو بيبص على إحصائيات نظامه اكتشف صدمة كبيرة إن كل حاجة في مخزونه الشنطة بتاعته اتقفلت، مفضلش معاه غير الفأس الذهبي بتاعه. لبسه وجهز نفسه للي جاي. النظام على وقت انه يطلق عليه موجة ضخمة من شياطين الكهوف. مع عد نزولي 60 ثانية، نسخة ضعيفة قوي من صوباي مستعدة للمعركة. المرة دي إحصائياته الأساسية أعلى من كل محاولاته اللي فاتت، يعني في أمل في النصر. العد التاني وصل للصفر، وبطلنا بيفكر نفسه إنه لازم يكون مركز أقصى تركيز. لو ما كانش مركز تركيز ديفيد جوجنز هيتفرم للباقيين. سرب شياطين الكهوف طلع من البوابات، كلهم زي ما مستوى المبتدئين وعندهم صحة كتير. صوباي عارف إنه ما ينفعش يستنى لما يهجمه، عشان كده الراجل ده اندفع عشان يعمل أول قتلة. طلقة على واحد من الشياطين قضت على 500 نقطة صحة مرة واحدة، بس النوع ده من ضرر يعتبر ولا حاجة. صوباي عمل ضربة مزدوجة سببت 2000 ضرر مرة واحدة وقضت على أول شيطان. سكوره الحالي نقطة واحدة، بس الاختبار ده لسه في أوله. وبدأ هجومه التاني. صوباي قطع تاني شيطان بضربات لا حصر لها. سلسلة القتل التتالية بتاعته قضت على 3 شياطين ورا بعض بسرعة. تقنية صوباي القطع الفولاذي بتعمل عمايل في الشياطين مع كل ضربة. حتى السيف اللي اداهوله للاختبار ده ليه مهارات خاصة بيه، وبفضل خبرة بطلنا اللي فاتت في اختبار الملك قدر يستخدم كل إمكانياتهم. المزيد من الشياطين زحفوا ناحيته. ردا على الراجل ده أطلق عمود من 3 ضربات نارية قتل 3 شياطين فورا بضربات حرجة. صوباي حاسس نفسه قوي ومبسوط بسلسلة القتل دي. يلا بينا نرجع ورا ونشوف ايه اللي بيحصل في البلد. الناس في المنتدى مشغولين بيناقشوا ليه صوباي الغامض ما غيرش الكلاس بتاعه لغاية دلوقتي. محدش كان هينا كل ده عشان يتحول لكلاس قوي.
أخبار إن يوتشون بتبيع كريستالات عالية الجودة في مزاد وصلت لودانهم برضه. بيتسألوا سوباي باع لها كل بضاعته في الآخر. وهنا تتدخل ست الحانة بتديهم علقة عشان بيزعجوا شغلها، بتأكد لهم إن كريستالة سوباي اتكسرت خلاص، وده ملوش أي معنى لأنهم ما جالهمش إشعار بتغيير الكلاس بتاعه. ست الحامة القوية بتأكد لهم إنها هي اللي كسرت الكريستالة، وإنها أكتر من سعيدة إنها تكسر رؤوسهم هم كمان. يعني مش متخيل إن أي حد فينا مين فينا اللي هيقدر يرفض عرض زي ده؟ ورجعنا تاني لأوضة اجتماعات مجموعة التخطيط. القبطان وسط تقرير مفاجئ من واحد من مخبرينه، مش مصدق ودانه ان الصبوة الكريستالة اتكسرت على ايد الست دينا اللي بطبيعتها كان بي سي ما تقدرش تكذب، وده معناه مصيبة كبيرة لخطط الراجل ده. وفي الوقت اللي الناس عمالة تتكلم وحش وتجيب في سيرة بطلنا، القبطان كان غضبان نار وخبط على الترابيزة من كتر غيظه. الواد المستهتر ده استغل الفرصة عشان يهين سوباي ويقلل مقدراته ويأكد لقائدهم ان الواد ده غبي عشان ضيع الكريستالة بتاعته. ثينك سو شايفة ان المهرج ده مزعج، وهو في المقابل بيتهمها انها عندها مشاعر تجاه الوافد الجديد. خناقتهم السخيفة دي وقفت فجأة لما القبطان صرخ من كتر إحباطه. هو ما يهموش أي حاجة فيهم، ونادى بحماية فورية للبرج وشدد على انهم لازم يقبضوا على سوباي ويرجعوا بيه عشان يتكلموا معاه. الواد الأشقر المستهتر لسه شايف ان مفيش فايدة من مطاردة ملك المبتدئين الجديد، خصوصا ان الكريستالة بتاعته خلاص راحت. القبطان وصفه الغبي عشان واضح ان سوباي مخبي شوية من تقنياته الحقيقية عن العالم. القبطان باين عليه عنده ثقة كاملة في قدرة بطلنا انه يظهر كريستالات اعلى جودة في المواسم اللي جاية. لينك سوي بتمدح قدرة قائدها على التفكير للمستقبل البعيد، بس هو مش من النوع اللي بيحب المبالغة وقال لها تمشي. نانتيان اقترح تعذيب واستجواب سوباي بشكل كويس، بس ده كان غير إنساني بالمرة. القبطان شدد على أهمية تأمين ولاء سوباي عشان تقنياته السرية، لأن مستقبل مملكة يون كله معتمد على المهمة دي. ونرجع تاني للمحكمة. بطلنا عمال يدبح في الشياطين الصغيرة بتاعة المرحلة الأولى، ومع القضاء التام على الموجة الأولى النظام بيهنيه. على فكرة الموضوع ده خد 10 ساعات كاملة عشان يخلص الموجة الأولى بس. سوباي افتكر تجربته المرعبة في المحاكمات اللي فاتت، ولسه قدامه بتاع أدوار تانية أصعب، وده بيخليه يضطر يتغلب على 1,000,000 وحش عشان يضمن أعلى تقييم. دلوقتي هو عامل 11,000 قتلة بس، يعني الموضوع ده هياخد منه وقت طويل قوي. النظام بيرحب بيه في المرحلة التانية اللي كل إحصائياته الأساسية فيها اتصفرت. المرة دي يتعامل مع مجموعة من شياطين الستينجر اللي تقدر ترجع حالتها الأصلية. سوباي مستني في فترة السماح تخلص، لازم يتصرف بسرعة عشان يخلص المحاكمة في وقتها. قدامه دلوقتي كابوس أي راجل جاي من أستراليا بالظبط، سرب من الدبابير العملاقة، دول كمان بيسحبوا. حتى سمهم بيسحب الروح كمان. المرة دي بطلنا اداله كرباج حديد بحبل للمرحلة، كمان يقدر يبدل بين أسلحة مستوى المبتدئين عشان يلعب بأساليب مختلفة. أول شيطان لداه حاول يلدعه في مؤخرته، بس بطلنا استمد قوة زيوس ومحى 20 منهم في رمشة عين. لحد دلوقتي الكرباج ماشي معاه تمام، خصوصا لما شياطين اللداع دول معروفين ان دفاعهم زبالة خالص. لما فعل مهارة الكنس بتاعته دمجها مع الكرباج، الراجل ده دمر 50 شيطان في ضربته التانية القاضية. بعد 12 ساعة من الذبح المتواصل بطلنا وصل ل 255,000 نقطة، وأخيرا المرحلة اتنظفت وسوباي وصل لأقصى درجات الإرهاق. هنا بيغير سلاحه لرمح. قتل 250,000 من الكائنات دي كان وجع دماغ دلوقتي، بس لحسن الحظ انتقال المرحلة الجديدة سمح له انه يرجع صحته وطاقته زي الأول. في الموجة اللي جاية سوباي هيضطر يتعامل مع قطيع من عفاريت المشعوذين. عشان يتأقلم مع الوضع بيغير لأسلوب قتال بعيد المدى بالقوس، نقطة ضعفهم المثالية عشان يخلص عليهم. العفاريت دي أساسا باتمان لو اتحول لقزم أخضر بشع ملوش أي هيدا. سوباي بيبدأ يبادتهم بقوابل من السهام، في نفس الوقت معظمهم بيصيب ضربات مباشرة في الرأس. بيبتسم بثقة في سرعته لأنها أقوى ميزة عنده. العفاريت بترد الهجوم بإلقاء تعويضات بعيدة المدى خاصة بيهم. سوباي بيتفادى الليزر الملون الصغير ده وبيخرج سليم غانم. وأيوة الوان بيس حقيقي. في نفس الوقت ده تقريبا عندنا مونغ شوان اللي لسه يدوب هزمت الزعيم العاشر لبرج الملك. خدت منها 40 ساعة بالتمام والكمال عشان تخلص كل ده، بالرغم انها خلصت التانية مش مبسوطة وناوية تقابل سوباي بنفسها في يوم من الأيام. اليوم السادس من التجربة تنتشر أخباره في المملكة كلها. تصنيف فئة المبتدئين نزل رسمي ومعاه حوالي 100 لاعب من فئة اس و21 لاعب من فئة اس. مواطنين مملكة يان مش متحمسين أوي للإعلان ده شبه نتائج السنة اللي فاتت، لكن أداء جونكاي واللان
مونكشوران وأخيرا يوتشوان ملحوظ. اللغز الوحيد اللي لسه ما اتحلش هو اختفاء سوباي، وبمناسبة الكلام عنه بنروح الخمار القديمة اللي فيها السيدة يوتشوان بتشرب الشاي بتاعها. باي بيستغرب ليه رفضت عارضين مهمين من العائلات التانية، كل ده عشان خاطر واحد ولا حاجة زي سوباي. دوبي زي كل مرة مطنشة زعيق أخونا الصغير وطلباته إنها تركز في أمره، بيحاول يزن أكتر بس هي بتسكته وبتقوله إن عندها خططها الخاصة اللي لازم تمشي عليها. في قائمة أصحابها يدوب كام واحد، بس دوبي شكلها دخلت في حالة مش طبيعية، بقالها أسبوع على التغيير ده، وده تقريبا في نفس الوقت اللي انتشرت فيه إشاعات إن الكريستالة بتاعته اتكسرت، ومن النقطتين دول استنتجوا حالته. أوتشن فهم إن ولدنا لسه محشور في منطقة المبتدئين وبيصنع معجزة تانية. وعلى سيرة ولدنا يلا بينا نروح للمرحلة السابعة من الاختبار. هنا دوبي بيواجه غلامات صلبة. الغلامات دي الأول بتتجمد بأسهم تلج وبعدين بتتكسر بضربة تانية. بيخلص عليهم بسهولة، بيحطم دفاعاتهم لدرجة إنه بيسخر منهم أهداف ضعيفة لسحر التلج. وهو بيتقدم عشان يدخل المرحلة الثامنة بيستوعب إن فات أسبوع كامل، لازم يخلص 3 مراحل كمان قبل ما منطقة المبتدئين تخلص، عشان كده بيشتغل بسرعة أكبر وأكبر. المرة دي دوبي بيواجه نسخة أقوى من الشياطين اللي كانت في الدور الأول، وهو سريع لدرجة إنه بيقتل حوالي 30 منهم في ضربة واحدة. بعد 6 ساعات من الطحن المتواصل أخونا بيوصل عشان يتحدى جودزيلا مع سيف طويل مولع نار. بفضل سرعته الخارقة دوبي بيوجه ضربة أخيرة عشان يقتل الوحش ده. وأخيرا النظام بيستقبل إشعار بيأكد إنه وصل ل1,000,000 قتلة. ده غير إنه فضل 24 ساعة بس لحد ما فترة اختبار المبتدئين تصلص خالص. ولدنا بيجهز نفسه بحماس عشان يتحدى المرحلة الأخيرة والزعيم الأخير للاختبار، وهو واقف قدام كورة حمراء بتلف. بيستفز الزعيم إنه يظهر. دايرة سحر حمراء ملاطة بتظهر فجأة وبتطلع منها تجسيد حرفي لملك الشر. ده شيطان اللوتس الأحمر بصعوبة مدمرة زي صعوبة حاكم، وبيتباهى ب1,000,000 نقطة صحة. الوحش ده حتة ناشفة وصعب يتكسر، بس أخونا ده بيكسر كل الحواجز، قصدي كل الزعماء. الشيطان المولع النار بيشتم الإنسان الغبي وبيحاول يمحيه بضربة واحدة. أخونا بيتفادى قنبلة نووية حرفيا، وبيفهم إنه لازم ياخد باله كويس من الشيطان الجبار ده. كون إن الزعيم ده عنده 2000 دفاع لوحده معناه إن معظم هجمات دوبي هتكون ملهاش لازمة. دلوقتي هو مضطر يكون في وضع الدفاع على أمل إنه يستغل أي فرصة عشان يعمل حركته. حركة شيطان اللوتس الأحمر بيرمي عشرات الضربات الحلزونية، سوباي بيتفاداها كلها ببراعة رجليه ومهاراته الخارقة في المراوغة. بطلنا لابس في إيده قفاز بسلسلة خطاف ومستني فرصته الذهبية. شيطان اللوتس الأحمر كان على وشك يستدعي تابع من وسط اللهيب، بس سوباي كان أسرع واستخدم السلسلة الخطاف عشان يسحب جسمه ويرمي زي العروسة القماش على وش الوحش الكبير. الشيطان بيتلوى من الوجع بعد ما اتأذى من ضربة من ضرباته هو نفسه. في نفس الوقت بطلنا كان على أهبة الاستعداد عشان ينتقم لكل أصحابه اللي سقطوا، اللي اتجرأوا يتحدوا التجربة دي وخسروا حياتهم. سيفه ظهر في إيده، ضرب ضربة شقت الفراغ قطعت إيد الزعيم اليمين حرفياً. بعد ما هجماته بقت بلا قيمة، سوباي انقض عشان يستغل الفرصة. المرة دي نط لفوق وطلع قوسه عشان يضرب من بعيد. السهام دي لمست جسم الزعيم وزودت عليه الضرر. بنفس الاندفاع ومع سرعة البرق سوباي غير مكانه عشان يهجم تاني. الوحش الشيطاني حاول يدافع عن نفسه بحزن بس كان مفيش فايدة، وكأنه بيطلع باتمان اللي جواه. سوباي قال إن حتى الملوك بيبقوا ضعاف لما دفاعاتهم تتكسر. الزعيم شتم البشر مع كل طعنة مؤلمة بطلنا كان بيوجهها ليه، وقبل من السهام نال على الوحش الكبير. الشيطان رد بالسور من عنده، سحق كل سهم من انفجارات ذهنية. بطلنا استغل اللحظة دي لصالحه وطلع لحد وش الشيطان القبيح. سوباي أعلن نهاية العالم للزعيم المسكين ده وطلع سيفينه الليبلين، ماسك سيفين زي سونج جين وو. الراجل ده بدأ ينزل الجحيم على إبليس. الوحش الكبير اتقطع حتت في الآخر وسقط في هلاكه. سوباي مشي بخطوات متعبة على الساحة وخلص المعركة وهو مرهق تماما. تجربة الملك خلصت وبكده حقق شرطه عشان يوصل للفئة المخفية. أما ال1,000,000 نقطة اللي جمعها لما يبدلهم هيكسب لقب البطل الأنتر. صاحبنا خلص أخيرا سلسلة قتله وبيحتفل بتحقيق المفتاح الخفي لنموه في حياته اللي فاتت. اللقب ده الساعة بيخلص حوالي 1000 دور، بس بطلنا مش مهتم يبدل النقط بقاعته. دلوقتي هو فضولي جدا إنه يجرب أسطورة الهوز الذهبي. صاحبنا بيرمي كل الغالي بتاعه في الحمم البركانية. اللافا كانت بتأمل إنها تشغل قدرتها على اللسخ. بعد ما استنى شوية وش سوبي اتقلب 200 وش من الصدمة لما استوعب إن ممكن يكون لسه ضايع سلاحه الفاخر. حتى نقطة واحدة من نقاطه ما تأثرتش ولا شعرة، لحد ما فجأة
عمودين لافا نطوا من النهر اللي كأنه طالع من جهنم، وكشفوا عن حتتين حجرين نادرتين فوق الوصخ ومختلفين عن بعض. الحجرين دول اندمجوا سوا وبقوا حتة واحدة وربطوا روحهم ببطلنا. الكريستالة اتكسرت أول ما الاندماج اكتمل، ولقبت اللاعب ده إنه الوحيد اللي يقدر يمسك الفئتين سوا. بطلنا دلوقتي يقدر يوصل لقدرات البطل وملك الشياطين الاتنين. صاحبنا تحول حرفيا لوجهين وعشق الآثار المؤلمة لعملية الاندماج دي. بطلنا بص على إحصائياته الحالية ورمى نظرة سريعة على معداته، كل حاجة شكلها تمام التمام. ده كسب مضاعف 5 مرات بعد ما عدى الاختبار الصعب ده. الاختبار المستحيل ده خد منه أكتر من أسبوع عشان يعديه، وهو نفس الاختبار اللي كان سبب في إنهاء حياة كل اللي قبله. سوبي ودعهم وهو بيعلن بحماس هدفه الجاي، إنه يذبح ملكين في نفس الوقت. أوتشين كانت بتبص حالة القائمة بتاعتها، وفجأة شافت بطلنا بقى أونلاين. الأرض بدأت تتهز من العدم. بعد الصوت الغريب والمفاجئ ده، بارادي صاحبة الحانة جريت فوق عشان تشوف إيه اللي بيحصل. هنا لقيته قاعد على الكنبة بكل برود بيجمع هالة زي الأهبل. بارادي اتصدمت إن الراجل ده فعلا كان قد كلمته وخلص الاختبار المستحيل ده. مجرد ما بصت على فئته اللي بتخليه يمسك سلاحين في إيديه، سابتها مذهولة ومش قادرة تنطق بكلمة. ده مفروض ملوش وجود أصلا. بطلنا انبهر بحدة ملاحظتها، بس هو ملوش مزاج يشرح. كان عايز يخرج يتمشى معاها، بس هي رفضته رفض قاطع. سوبي ودعها وهي بتديله آخر مكافأة. دي إشارة مخفية بتدي حالة مثالية بتسمح لأي لاعب إنه يخفي إحصائياته وحتى يغير شكله، ودي بالظبط الحاجة اللي سوبي كان محتاجها في الوقت ده. بارادي قلقان عليه إنه يتكشف إنه من فئة ملوك الشياطين، ومع مساره الحالي الناس هتشوفه تهديد وهتبدأ تصطاده. سوبي رمالها بوسة في الهوا بسخرية وخرج من الحانة وهو بيقول لها شكرا. بارادي اتثبت مبهورة وبتشوط في الهوا من خفة دم وجاذبيته. هو دلوقتي متجه لمدينة ريم اللي تعتبر أول ساحة لعب للمبتدئين اللي بيعدوا مرحلتهم الأولانية. المكان ده بيساعدهم ويديهم مهمات ومهارات للفئات، وحتى بيوفر لهم الانتقال الفوري. بوابات انتقال لحد الدور ال30. ماشي بستايل ملوش حل، سوباي حاسس بنفسه قوي وشايف انه جاهز لأي صدام. بالصدفة كده خبط في يوتشون ورجالتها. مفاتنها البارزة بتسلم علينا من الشاشة، ويوتشون بترحب برجوعه بعد غياب أسبوع كامل. بعد شوية مقر أعمال عيلة لين، يوتشون بتتعامل كضيفة بكل احترام وأدب. هو مبهور بصرف إلى البزيخ عشان يمتلكوا نادي زي ده. اتقدم له جرعات وصندوق مليان ذهب. سوباي لقى نفسه منبهر بكفاءة الشابة دي، بتديله براح إنه يتفحص كل الموارد ويعد العملات بكل سهولة. كمان بتشاور لحراسها شخصيين إنهم يطلعوا بره الأوضة عشان محادثة خاصة بينهم هما الاتنين. مبدئيا يوتشون بتسأل بفضول عن تصنيف الكلاس بتاعه. صاحبنا بيرد بسؤال عن نيتها في استكشاف المعلومات. رده الحاد بيحرجها وبيجبرها توضح إن نواياها كويسة. سوباي بيعرف بآخر حملات التشهير اللي شغالة ضده في المنتديات. كمان بيعرف إن الست دانا نشرت خبر تكسير الكريستالة بتاعته، وده السبب في تصعيد الأمور. يوتشون مذهولة لما شافت الراجل ده بيأكد كل الإشاعات من غير ما يبان عليه أي قلق، وهي بتقدم اقتراحها بتغرقه في سيل من المديح وبتوصفه إنه موهبة جيلها. في قرارة نفسها يوتشون بتفكر إن الراجل ده ممكن يكون عنده كريستالة تانية، وده السبب إنه مش مهتم بالكريستالة الأولى اللي اتكسرت. الراجل ده بيبان عليه عدم اهتمام تام بالموضوع، وبيسألها بمباشرة عن هدفها. يوتشون بتدعوه لعيلة لين عشان عملية مشتركة ضد الزعماء. ده بالظبط اللي كان متوقعه منها، لأن صعوبة الدور بتزيد بشكل كبير بعد ما يخلصوا منطقة المبتدئين في البرج. سوباي بيأكد إن موافق يضربوا الزعماء سوا، بس مستحيل ينضم لأي نقابة تانية. هو موافق ياخدهم لدور الخامس في البرج، وبيطلب 5 أعضاء فريق من نوع الصحراء بس عشان يساعدوا في كسر الرقم القياسي. يوتشون قامت مصدومة بعد ما سمعت هدفه في كسر رقم قياسي تاني. عادة بياخد 20 واحد عشان يعدوا دور واحد، وهو هنا بيقول أهداف خيالية. صاحبنا بيأكد لها إنه مش ميت على كسر الأرقام القياسية برضه، فقام وساب الاجتماع. يوتشون بتلحقه وبتوضح إنها موافقة على الصفقة طول ما عائلة لين تقدر تستخدم اسمها في الفريق. سوباي موافق على ده وبيفضل الغارات من بوكس لدماغه مشغولة بلستة طلبات عايز ينجزها. الأنسة الصغيرة طايرة من الفرحة بدعمه، في حين تشانغ فاي بيرميه بلقب النصاب للمرة اللي تعدت المليون. الواد ده بقى حاقد أصيل، كره متوارث،
يوتشوان بيرجع كرامته ويفكر الشقراوي متغطرس ده ان هو اللي بهدلهم وبهدل مستواهم من اول ليفل. لو كانوا فكروا يتحدوه بتهور كانوا اتدفنوا في الدور ده ومحدش كان سمع عنهم. يوتشوان بيصدر امره تشكيل فريق فوري على نفس خطى وتكتيكات سو بيس، مع ان الخسران ده وافق يطبع امره بلسانه، لكن في اعماق قلبه بيخبي كره دفين لبطلنا وبيصلي لسقوطه. قدام قصر حاكم المدينه سو بيس بيتمشى بكل هدوء وثقه ناحيه البوابه كانه رايح بيته. الناس بتحاول تجده وتمنعه من انه يرمي نفسه في التهلكه، لكن هو مش مستوعب ليه الكائنات العاديه دي بتتصرف بالطريقه دي. ووتشاي بينادي على الوافد الجديد ده وبيقول له يا ساذج، وبيحذره من الحراسه المشدده اللي بتحاوط قصر حاكم المدينه من كل ناحيه. سو بيس بيقرر يسلي الشاب الصغير ده ويكشف له عن سر صغير. السر اللي بيتكلم عنه هو ان اي حد يقدر يدخل بشرط يكون قوته خارقه لدرجه الجنون. سو بيس بيتقدم بثقه ناحيه الحراس وبيكشف عن لقبه كبطل، فبيحصد اعجابهم وطاعتهم في لحظه. العيون اللي بتراقبه من بعيد اتسمرت مكانها واللسان انعقد، مش قادرين يستوعبوا ازاي الوافد الغريب ده قدر يدخل القصر وكانه من كبار الزوار. حتى في اللحظه دي الحراس بيرافقوا البطل بكل ترحاب وتقدير يليق بالملوك. فجاه صوت ارتطام قوي بيدوي في ساحه التتريب. في معركة محتمة بين أيدي الحراس أورلاندو وحاكم المدينة، الساحر بيتصدى المبارز بالسيف. مجرد ما عينه بتلمح للمشهد ده جسم بطلنا بيقشعر من الحماس. أصل ده واحد من أحب اللقطات لقلبه في القصة اللي بتفتح له أبواب لمهارات نادرة. مع إنه لاعب من فئتين لكن لسه بيحتاج يكدس كتب المهارات عشان يكتسب قدرات جديدة. في الساحة دي بالذات سو بيس لاقي كل اللي بيحلم بيه عشان يتعلم وينتقل للمستوى اللي بعده. بل أكتر من كده، النظام نفسه بيعرض عليه فرصة ذهبية إنه يتعلم أساسيات المبارزة من الأستاذ الكبير بنفسه. بطلنا بيضغط على زر نعم بقلب مليان فرحة وبيقدر يتعلم مهارة القائد أورلاندو الأسطورية حائط الصخر. مهارات أعصر لها بتتدفع على شاشة نظام بطلنا وهو بيضغط على زر تأكيد بجنون كأنه مسكون. بعد 10 دقايق بالظبط الساحر بيلاقي نفسه بيتعجج على إيد مجموعة من السحرة التانيين، في حين حاكم المدينة بيظهر كأنه ملمسي سوء. بطلنا ملقاش متعة كبيرة في المعركة دي، أصلها اتحولت لملل بسرعة الصاروخ. واحد من الحراس بيتقدم بسرعة عشان يبلغ حاكم المدينة بوصول بطل عظيم. الحاكم اللي الصدمة كانت باينة على وشه بيطالب فورا بالتحقق من هوية سو بيس. هو بيكشف عن البيانات اللي بتثبت مكانته النخبوية وبتأكدها. مكانة عالية خلت أستاذ السيف العظيم وكل اللي تحت إيده يكنوا له احترام كبير، طايرين من الفرحة إنهم شايفين بطل بعد 100 سنة. الكلام ده حير بطلنا فطلب توضيح. حاكم المدينة بيحكي إن البطل مقدر له يقود مدينة رمل النور، بس الوصف السخيف ده كان مبالغ فيه قوي في نظر صوبيا. بدل ما يقعد يمدح في نفسه سأل عن أي مهمات، ولأنه عارف إن بطل لسه مستواه 10 بس، حاكم المدينة كشف عن مهمة جديدة. الظاهر كلبه الوفي اختفى وعرض مكافأة مهينة 10 عملات ذهب عشان يرجعه. دي شغلانة مقرفة واستخفاف بقدرات بطلنا، لدرجة إن صوبيا كشف عن هالته المرعبة عشان يعبر عن غضبه. الأذكى في يوم القائد الساحر أورلاندو عرض مهمات تانية وهو بيفكر في قد إيه اقتراح حاكم المدينة كان غبي. البطل استلم 3 مهمات جديدة عشان يجمع مواد مقابل مكافآت. في اللحظة دي أستاذ السيف العظيم افتكر هو كمان طلب مناسب وكلف صوبيا إنه يستكشف منطقة معينة. مع كل المهمات دي اللي جمعت، بطلنا بيوضح إن مفيش حد خلصها قبل كده في القصة الأساسية. اللعيبة العاديين مشغولين قوي بالهوس بأدوار البرج لدرجة إنهم بينسوا إن المهمات الجانبية هي مفتاح القوة الحقيقية. المثير للاهتمام إن مهمة أستاذ السيف لفتت انتباه بطلنا أكتر حاجة. حاكم المدينة بيقدم اقتراح مفاجئ وهو بيشاور على قدرات البطل القتالية اللي زي الملوك. من الآخر الراجل عايز قتال 1 لواحد ضد البطل، وهو بيعرض إنه يدي الفرصة. حاكم المدينة ناوي حتى يقفل أقوى مهاراته، بس بطلنا عنده خطط تانية وبيقول للراجل ده إنه يحدد مستواه عند 30 بس. ونفس الكلام ينطبق على القائد أورلاندو، وده معناه إن الراجل ده هيخلص عليهم هما الاتنين في نفس الوقت. الساحر والمحارب العظيم اتصدموا بنفس القدر وعبروا عن اعتراضهم الفكرة دي وهم عارفين إن البطل ما عندوش مهارات كتير. صوبيا سكتهم ونصحهم إنهم يتواصلوا في القتال. المقاتلين الاتنين بطلوا بعض قبل ما يعبروا عن اهتمامهم الشديد بقوة البطل. في الساحة الحراس كانوا بيتوشوشوا بأفكارهم الصادمة. آخر مرة الرجالة دي تعاونوا فيها مع بعض كانت لما هزموا وحش عملاق مستواه 200، وادي صوبيا اللي تحداهم بغرور في نفس الوقت. الساحر بياخد
الحكيم عينه جات على قط البطل، والأسطورة المحارب قلبه بيرفرف عشان يكشف عن لمحة من قوته الحقيقية. أول هجمة كانت من أستاذ السيف اللي رمى خصمه بمهارة بسيطة، والنتيجة مفيش أي لمسة، وفي لمح البصر الولد بتاعنا طار ظهر زي البرق من ورا. وسوقي باي بيمدح مناورة أمير المدينة اللي توقيتها كان مظبوط بالملي. الدور على الساحر اللي سحر شوكة حجرية بسيطة عشان يمسك الولد بتاعنا وهو مش واخد باله. مجرد ما شافها سوقي باي بقى طاير من الفرحة وما بانش عليه أي نية إنه يهرب منها. بدل كده الراجل ده بالمعنى الحرفي للكلمة فصص الشوك الحجري بوابل من الضربات السريعة. ردود أفعال البطل اللي زي الملوك أذهلت المتفرجين اللي ما كانوش متوقعين إنه يكون بالقوة دي. بس المعركة لسه في أولها، والمحاربين المخضرمين دول لسه ما خلصوش. المرة دي عايزين يضربوا البطل بموجة قوة أعنف من اللي فاتت. الساحر حاصر سوقي باي في قفص طيني، ودي كمان مهارة مبتدئين. بعد ما شل حركته في مكانه، أمير المدينة دخل بقدرته على الشق من المرحلة التانية ومطلع شقين ناريين، والبطل بكل هدوء تفادى الاتنين. بيسخر من المحاربين عشان حركاتهم مكشوفة قوي. كلامه المستفز ملوش آخر، بس أمير المدينة كان خلاص بيرجع له عشان ضربة تانية. حصل قلبان مذهل، سوقي باي اختفى زي البرق من مكانه وظهر تاني فوق وهو بيشتبك مع سيف المحارب الأسطوري. أمير المدينة بيطارد هدفه بشق مطور من المرحلة الثالثة، لكن المعركة دي خلاص خلصت. سوقي باي حاطط سيفه على رقبة الكابتن أورلاندو ومفاجئ أمير المدينة بسرعته الخارقة دي تاني. لسه ما كملوش 30 ثانية والمعركة كانت خلاص وصلت لنهايتها، بس الولد بتاعنا مش عايز يسيب الموضوع يعدي بالسهولة دي، وبيتحدى المحارب الأسطوري إنه يهجم عليه. عند النقطة دي بدأ أمير المدينة يستوعب إن الراجل ده حرفياً معمول من خامة تانية. رافض إنه يستسلم، الصياف بيهجم بسيفه الناري تاني. المرة دي استراتيجيته بتعتمد على استخدام تقنية ضربة من الأرض، ده الشق بتاع المرحلة الرابعة. ورغم تغيير في الأسلوب، النتيجة في الآخر هي سوقي باي بيواجهها وش لوش وبينتقل فجأة بره ساحة اللعب. بيظهر تاني من ورا زي الهوكاج الرابع من ناروتو. سوقي باي بيوصل ضربته باستخدام سيف أو شق. المعركة كده خلصت رسميا، المحارب الصياف مرمي على الأرض، والبطل كان بيسخر منه ويقول عليه يا ضعيف يا مسكين. سوباي شطب مهمة من لستته وخد مكافأة اتحطت في شنطته. في نفس الوقت أمير المدينة والقبطان أورلاندو خسروا نقاط قوتهم قدام شاب لسه طالع من صفوف المبتدئين. الحقيقة حتى لو كانوا وصلوا للمستوى ال50 الواد بتاعنا كان هيمسح بهم الأرض برضه. سوباي شكر في إتقانهم لمهاراتهم وقال إنه يتمنى نفسه تاني قريب، وبعد ما قال كده سابهم وماشي عشان يخلص بقية المهمات اللي وراه. وهم بيوصلوه في الطريق سوباي كان ماشي وهو كله حماس لمهماته. في نفس الوقت الصاحبين الكبار دول بقوا واثقين تماما في قوة البطل ومصدقين انه هو اللي هينقذ مدينتهم. مدينة ريم دي كبيرة قوي لدرجة انك محتاج بوابات انتقال عشان تعرف تتحرك فيها بس، وعشان كده الواد بتاعنا عايز يتعلم مهارات تساعده يخلص المهمات دي بسرعة وكفاءة. عنده كمية مهارات كبيرة فقام حطهم كلهم في شنطته، الضربة العلوية والتعنة المتعددة وكمان رمح الحجر. دي المهارات اللي بيقدر يستخدمها دلوقتي. النظام بيعرض له احصائياته بفضل نقاط الروح العالية اللي عنده، مهاراته بتعلى بسهولة، معداته كمان مش بتفضل متأخرة. واثق في قدرته على انجاز المهمة، سوباي راح عند واحدة من بوابات الانتقال. وجهته اللي جاية هي ارض العرق اللي فيها معظم المهمات المطلوبة. الحراس طلبوا منه 80 عملة نحاس وده كان تمن غالي قوي. بوابة انتقال عمودية نقلته من مكان لمكان تاني على طول ودخلته ارض العرق. المكان ده شكله حقيقي اكتر بكتير من مكان في اللعبة، بس ده بيخلي الموضوع مشوق اكتر للواد بتاعنا اللي محتفظ بس بسلاحه الاساسي للرحلة دي. درجة حرارة ارض العرق دي برد قارس، وده خلى الواد بتاعنا يندم على اختياراته في اللبس. سوباي لمح مجموعة من محاربين للهياكل العظمية من بعيد. الهيكل العظمية دي مستواها ضعف مستواه، بس في نظره كلهم مجرد اكل عيش حتى لو صحتهم معرلة. عشان يجرب مهاراته الجديدة سوباي اطلق 3 رماح حجرية، ضرب 3 من محاربين الهيكل العظمية في راسهم بالظبط وموتهم في لحظتها. وبقيت المحاربين اتضربوا بوابة من نفس الرمح دي، وبفضل الضر الحرج 10 منهم وقعوا في اللحظة اللي بعدها على طول. نقطة القوة الخارقة في التعويذة السحرية دي انها بتعمل ضرر خرافي يوصل ل 3200. المهم تجميع النقاط من الهيكل العظمية دي جاب لسوباي نقاط حلوة قوي. اخيرا حس ان الطحن الحقيقي بدأ، مش زي شغل المبتدئين اللي كان بيتعامل معاه في المنطقة الاولى. مر وقته وخلص الموجة دي ومستواه نط ل11 في نفس اللحظة. في حياته اللي فاتت كان تجميع نقط المهارة وجع دماغ، بس دلوقتي بيطير فيهم بفضل الكلاس المزدوج بتاعه. ده اللي حصل لما سوبي على إحصائياته. عقله طار لما لقى زيادة 50 نقطة لكل خاصية. الدفعة اللي بيديها الكلاس المخفي أقوى بكتير من مهنة الاستريبل نفسها. نرجع بقى لولاد العظم، دول جايين عشان يتفارموا، وفعلا اتفارموا لما سوبي أطلق وابل من أشواك الأرض. وعشان يزود الإثارة شوية الراجل ده عمل حيطة من الحجر عشان يلخبطهم.
ومبسوط بكل لحظة في الفارم ده، وبيسخر من فريسته عشان وقعوا ضحية لمهاراته. المهمة الأولى خلص هزيمة 1000 محارب هيكلي. الواد بتاعنا مبسوط بالنتائج دي، بس لسه قدامه طريق طويل عشان يحقق هدفه. جيش ولاد العظم وصل، بس المرة دي جايبين معاهم واحد كبير ومخيف كمان. الواد ده حرفيا جوست رايدر لو راح الجيم وخد طن من المنشطات. جمبومة النار دي زعيم عادي في المنطقة دي، سوبي مبسوط انه يواجهه فقام رمى عليه اشواك ارض اكتر. هجومه فرم اسطول المحاربين الهيكليين وموت مائة منهم في نفس الوقت. الزعيم الوحش ده ماسف عظم جامد قوي بلهب ازرق، وطلع اخيرا من مكانه عشان يتحدى البشري في قتال مباشر. سوبي ضحك عليه عشان حتى فكر ان عنده فرصة ضد بشري عنده مخزون مانا لا نهائي. جمجمة النار بتسحب المانا اللي حواليها وبتشفط قوة الحياة من المحاربين بتوعه بس عشان تقوي سلاحه. تخيلها زي قنبلة الروح بتاعت جوكو من دراجون بول، بس دي النسخة الشريرة. مهارة التضحية بتعلي قدرة الضرر بتاع سيفه بشكل كبير وبتعمل ضربة قاضية. الواد بتاعنا مش قادر حتى يجمل الموضوع، قلقان انه هيتضرب بضربة زي دي، حتى ضربة واحدة هتبعت وشه للجنة. سوبي غير خطته وقرر يهجم، نط لفوق وكسر درع الوحش، والزعيم بيترنح من ضرر ضربته الأولى. سوبي ركز على إنه يقطع رجليه بضرر حرج إجمالي 20,000. واجه ضربة قاضية عن طريق نشر وابل كثيف من أشواك الحجر. للأسف حتى ده ما قدرش ينهي على دمه كله. الوحش الجبار حاول يعمل ضربة واحدة بس، حتى مع القوة التدميرية اللي ممكن تنسف جبل هو مش سريع كفاية عشان يلحق الواد بتاعنا. لما لقى فرصة تانية سوباي مطرهم بووابل أشواك حجرية ملهاش آخر، عمال يرمي بجنون ولا شاغل باله بنقص الطاقة ولا حتى وقت الانتظار. بيركز ضربة في الراس ورا التانية، بيوقع ضرر فظيع وعمال يتريق على الزعيم انه متدربش كويس. المعركة خلصت والعملاق اللي ملوش روح سقط، ومكان سقوطه نبتت زهور جماجم جميلة. سوباي طاير من الفرحة لما اكتشف مهمة محتملة تانية، بس وهو مشغول بيلم الزهور اكتشف كمان كتاب مهارة جديد في شنطته، دي قدرة استحضار الموتى. وبعد ما صرف 10 نقط بقت رسمي جزء من مجموعة مهارات سوباي. مفتون بفكرة سحر الاستدعاء، بطن ضدع 3 جنود موتى رفعهم من الأرض. محاربي الهياكل العظمية المخلصين دول ملهمش لازمة في العادي، بس بسرعة بقوا أقوياء كفاية إنهم يواجهوا وحوش مستوى 40 بفضل إحصائيات سوباي الخارقة. بس استنى، لسه فيه تاني يقدر يستدعي عشرات منهم في نفس الوقت عشان يغرق أعدائه بالأعداد. سوباي خلص مهمة تانية بجمع 200 زهرة جمجمة، مستمتع بثمار تعبه. وجهته الجاية مكان اسمه مستنقع الموت، ده جزء جديد خالص من الخريطة، بس ده ما يهزش بطلنا خالص، بالعكس هو شايف السحالي الصغيرة الشوكية اللي بتبص عليه دي كيوت. بيواجه الأعداد بأعداد من عنده. سوباي أطلق غضب جنوده الموتى عشان يقوموا بالقتل بداله. رؤوس العظم دول طلعوا لطعين قوي وخلصوا على السحالي في ثواني. بعد ما قضى على سرب السحالي اللي ليها قرون، بافم اتفاجئ بصحوة مفاجأة لوحش عملاق. إحصائيات دفاع الزعيم ده مش هزار، بس لحسن الحظ مهارة استدعاء سوباي كمان اتطورت شوية. بطلنا لفت انتباهه خيال من بعيد وقرر يتجه لاستكشاف المنطقة دي الأول.